الحلقه ديال اليوم غادي حاولت باش نتشاركها معكم، باش نسردها، باش نلقيو الضوء على واحد الظاهره كاينه عندنا في المجتمع، وكاينين شي ناس كيديروها. ملي غادي نكمل السرد وتعرفوا الحقيقه ديال القضيه غادي توافقون الراي، وغتقولوا لي بالطبع في التعليقات ديالكم راه كاينين الناس اللي كيديروا هذه الخدمه هذه. هادشي كان واقع ملي كنت كنزاول في الجهه ديال الغرب. المهم واحد النهار كان جا واحد السيد تكون عنده تقريبا الخمسينات، ديال في الخمسينات، وعنده ديك 54 55 عام 56 عام. هذا هو اكثر تقدير اللي غيكون عنده في السن ديالو. جا لابريال على اساس بغى يسجل واحد الشكايه ديال السرقه، وكان واحد الشاف هو اللي كان فيه السيرفيس باش غادي يمشي يشد الشكايه ديالو ويدير المعاينات، حقاش بحال هاد القضايا كتبغي الانتقال لعين المكان باش الناس المكلفين بالبحث يديروا المعاينات ديالهم. طبيعه الحال استمع عليه هذاك الشاف اللي كان حيه من هذا المنبر، استمع عليه في واحد محضر اللي هو مفصل، وقال ليه بان راه تسرقوا ليا تقريبا 5 القناطر ديال القمح من واحد البويت كان متكي على الدار ديالو، يعني من الملحقات ديال المسكن ديالو، وعنده الزرب داير على الدار كامله. وسولناه قلنا ليه واش انت تسرق هذا الشيء امتى؟ قال لك البارح بالليل. قلنا ليه واش ما حسيتي بوالو ما حتى حاجه؟ قال لك لا ما حسيت حتى بشي حاجه. علاش؟ قال لك لحقاش ما كنتش هذا المجرم ولا هاد المجرمين اللي داروا هذه القضيه هذه استغلوا الفرصه ديال، قال لك انا كنت غايب ما نعش في الدار، قال لك كنت مشيت عند واحد ولدي نزورو، قال لك بت عنده تما، قال لك حتى اليوم عاد جيت، قال لك اكتشفت هذا الامر هذا وجيت باش نسجل شكايه. هذا السيد للتوضيح، هذا السيد كان عايش غير بوحده، كانت يلاه توفات ليه الزوجه ديالو، وكانوا وليداته كاملين كانوا خدامين، كانوا في الثلاثينات وفي المهم العشر الاواخر ديال العشرينات، وكانوا كل واحد فيهم بدارو مستقل بوليداته، وكان ميسر عليه الله على قد الحال، ماشي ميسر عليه الله بزاف ولكن على قد الحال. المهم عنده الفلاحه ديالو، عنده المسائل ديالو، عنده املاك ديالو بخير وعلى خير، ما خاصو حتى شي خير. استمعنا ليه، انتقلت هذاك الشاف ما يمكنش يمشي بوحده، خصو يمشي معاه، لحقاش الدركيين والدوريات ديال الدركيين ما كاينش الدوريه فيها واحد، حاجه وحده فين كدار واحد محضر واحد اللي كيدار فيه واحد اللي هو لونيماسيون الدفن. فاش كيمشي شي واحد كيكون شي ميت كيكون دفن، يمكن دير المحضر ديال لونيماسيون ديرو جدرمي واحد يكون ضابط شرطه قضائيه. اما من غير داكشي اي حاجه اي محضر على الاقل 2 ديال العناصر، وخص يكون فيها يكون فيهم ضابط شرطه قضائيه. حنا كنا مشينا بجوج، حنا بجوج ضباط شرطه قضائيه. داك الشاف انا قديم عليه، يعني انا هو مدير البحث، ولكن هو اللي كان مدخل القضيه عنده في الكارني ديالو الشخصي ديالو، الدفتر ديال التصريحات ديالو. انتقلنا ديمارينا الطوموبيل ديال السيرفيس وانتقلنا معاه، وكان في واحد الدوار قريب الله بريكال، ماشي بعيد بزاف، ولا تكون تقريبا واحد 10 15 كيلومتر. انتقلنا معاه تما، وصلنا لقينا الدار. باش نوصف لكم الدار مبنيه بالسيما بمسائل من البني الحديث، وعنده واحد كراج، نقولوا كراج، عنده واحد الباب صغير ماشي بالبيبان ديال الكراجات الكبار، وهذاك البيت ولا نديروا ديك المكازه متكيه على الدار ديال هذا السيد اللي كيشكي. وكان الغريب في الامر هو ان هذيك البيت اللي كان قال لك فيه هذاك القمح السباب ديالو من الحديد. وملي مشينا اول حاجه تاعت الانتباه ديالنا بان قال لك راه كان القمح كان داخل تمايا، ولقينا بالفعل شي قناطر ديال القمح كاينين تما وديال الشعير لقيناهم تما بالضبط. ولكن واش هذاك الشيء اللي كان ولا تهزت شي حاجه؟ قلنا ليه هو شحال؟ قال لك ما عرفتش بالضبط، يا 3 يا 4، ما عرفتش شحال من القنطار اللي مشى ديال. المهم على اكثر تقدير قال لك 4 القناطر. وكما قلت لكم الحاجه اللي ثارت الانتباه ديالنا هو ان ما عايناش اثار الكسر على هذاك الباب ديال ديك المكازه، وهذيك المكازه ما عندها حتى شرجم، مسدوده. كاين الباب هو اللي كاين، الباب ما مسدودش، ما ودي عفوا ما مهرش. يعني الا كانت هذه الجريمه هذه يعني شي واحد اللي حل بالساروت، ما استعملش العنف، ما استعملش الكسر. المهم درنا المعاينات ديالنا، حاولنا نديروا الرفع ديال البصمات، ما عايننا حتى شي بصمه تما اللي نقدروا نهزوها ونقدروا نستغل. تعاوننا في هذا اللغز ديال هذه القضيه هذه. درنا تصاور لحالات الامكنه، درنا واحد العمليه تنشيطيه تما حدا الدار ديالو، راكم ما نلقاو شي حاجه اللي تقدر تفيدنا ولا عندها علاقه بهذه القضيه اللي كنبحثوا فيها. ولكن هذه العمليه هذه ما عطات حتى شي نتيجه. ومن بعد ما استمعنا ليه ودرنا المعاينات ديالنا، درنا اتصال بالنيابه العامه لحقاش هذه جنايه بالسيد الوكيل العام المختص ترابيا، وعطانا تعليمات بالتعميق ديال البحث
قصد الوصول الى الجاني او الجنات. هذو هما التعليمات. السيد سولناه قلنا ليه واش كتهم شي واحد، واش عندك شكوك في شي واحد، واش قال لك لا والو ما كاينش. من بعد استمعنا للجوار، الجيران اللي حداه، واش هو قال لك ما كانش. استمعنا للجيران، ملي استمعنا للجيران كاع دوك الناس اللي كانوا حدا، كان واحد 3 ديور، استمعنا لهم حتى واحد فيهم ما عطانا شي معلومه اللي تقدر تعاوننا في هذا البحث هذا. كلهم قالوا لك بان ما عندهم حتى شي معلومه، ما سمعوا حتى شي حاجه وما شافوا حتى شي حاجه. وقال لك بالخصوص الا كانت اقترفت هذه الجريمه ديال السرقه في وقت متاخر بالليل، يعني واحد الوقيته معطله في الليل، يعني قال لك راه ما غاديش نشوفوا، حنا راه كنخدموا الفلاحه ديالنا وكنعسوا معيانين، ما كنسمعوا حتى حاجه وما كنسهروا ما والو. سولناه واش كيتهم شي واحد ولا، قال لك ما كنوجه الاتهامات ديالي حتى شي واحد. مشى في حالته على اساس اننا الابحاث راه غتبقى ساريه، وغادي نعمقوا الابحاث وغادي نبقى نسولوا لعل وعسى نوصلوا لشي حاجه. المهم استمعنا، خدينا مجموعه ديال التصريحات تما في الدوار من غير الناس اللي جيران ديالو. كانوا شي شبان مشكوك فيهم، كانوا ما كينعسوش بالليل، باش كنعرفوا الناس اللي ما كينعسوش بالليل. مثلا ملي كندوروا بالليل راه كنتلاقاو معاهم في الدوريه الليليه، فاش كنديروا دوريه ليليه وكندوروا في الدواور وسميتو، راه كاين الناس اللي كتلاقاه اليوم وتلاقاه بعد غدا وتلاقاه في السيمانه الماجيه، ديما وقت ما جيتي له 11 2 الليل كتلقاه كيتعسك في الدوار. هادو كاملين استمعنا لهم، واللي عندهم سوابق في السرقه استمعنا لهم للاستئناس. استمعنا لهم قالوا لك اودي، قلنا لهم واش عندكم شي علاقه بهذه السرقه؟ كلهم نكروا واكدوا بان ما عندهم حتى علاقه، ولكن ما غاديش ناخذوا الاقوال ديالهم راها صحيحه وراه كيعطيونا الحقيقه. يعني تحرينا في البرنامج اليومي ديالهم هذيك الليله اللي تقترفت فيها الجريمه، فين كانوا ناسين هاد الناس اللي استمعنا لهم واللي مشكوك في الامر ديالهم. هاد الناس كاملين اغلبيه ديالهم كلهم قال لك باتوا في الديور ديالهم. استمعنا للوالدين ديالهم، اكدوا الاقوال ديالهم. طبيعه الحال الوالدين راه غايقول لك، راه طبيعي غادي يقول لك راه نعسوا واخا ما نعسوش، ولكن كنقلبوا في شي حوايج اخرى. اش من ساعه دخل، اش تعشيتوا البارح، اش كليتوا، فين كان جالس هو، فين كان جالس كتسولوا هو وتسول العائله ديالو باه امه، لا تلقى شي تناقضات. يعني راه ماشي غير غادي يضرقوا عليه يقول لك راه بات هنا صافي، كاين حوايج اخرى، اسئله اخرى، وكاين جزئيات علاش كتسول راه باش الا كان الكذوب يبان. ولكن ما بانت لنا حتى شي تناقضات من خلال اخذ ديال التصريحات ديال الوالدين ديال هاد الناس هادو، وبذلك كيتبين بان التصريحات ديالهم الى حد ما كانت صحيحه، وكانت عندنا كان عندنا شبه يقين بان هاد الناس هادو ما عندهم حتى علاقه بهذه السرقه. ولكن شكون اللي غادي يدير هذه السرقه هذه؟ شكون اللي غادي يرتكبها؟ في واحد الدوار ما كيجيش ليه البراني. يعني البراني الا دخل تما راه كيتعرف وما يقدرش البراني يزعم يدخل للدوار الا ما زعموش شي واحد اللي هو ولد البلاد وكيعرف البلاد. وبقات الامور غاديه هكا. دازت واحد 3 ايام، دازت واحد 3 ايام، جا هذاك السيد اللي شكا قال لك اودي راه عندي شي معلومات. هاد المعلومات اللي عندك اشنا هي؟ عيط لي داك الشاف قال لك اودي هذا اش كيقول اش كيقول. تهم واحد 2 ديال الشبان من الدوار، ماشي من هذوك اللي استمعنا لهم. وهاد 2 اللي تهم استدعيناهم وبوانتيناهم، لقينا بان ما عندهم سوابق، ما عمرهم تشدوا، ما عمرهم تورطوا في شي حاجه، ودرنا عليهم تحريات قبل ما نستدعيهم. توصلنا من خلال التحريات بانهم شبان داخلين سوق رسوم كيعاونوا والديهم في الفلاحه وما فيهم مشاكل، ما عمرهم ما جبدوا شي مشكل، ما عمرهم جبدوا ولا ثاروا الانتباه ديال السلطات الامنيه تما. استدعيناهم بطبيعه الحال لحقاش السيد كيوجه لهم الشكوك ديالو كيتهمهم. واي واحد، كاين واحد القاعده في الشرطه القضائيه في الابحاث هكا تقول لك بان توت بيرسون سيتي دوا تاتر اوديسيوني، يعني اي واحد تذكر في البحث خصك تستمع ليه، خصك تاخذ الاقوال ديالو. استمعنا لهم نكروا اي علاقه عندهم بهذه القضيه هذه، وتيطيروا مساكن السماء وينزلوا. وكا عباد الله، احنا راه ما عندنا حتى علاقه، وراه هذا السيد هذا بغى يتهمنا هكاك ظلما وعدوانا. علاش بغى يتهمكم هذا السيد؟ قال لك ما عندنا حتى شي حاجه. واش كاين شي عداوه بين والديكم ولا نتوما بين هذا السيد هذا اللي تهمكم؟ قال لك لا. يعني هذا السيد خصو يكون عنده دافع باش يتهمك، راه ما يمكنش يجي يتهمك هكاك. وهو قلنا ليه واش مثلا عندك شي حاجه، عندك شي معطيات؟ قال لك لا، راه صار شي ناس اللي قالوا لي وراه ما بغاوش يبينوا رسوم، راه خايفين ينتقموا منهم. هذه هي التوضيحات اللي عطانا. هذوك الدراري استمعنا لهم كما قلت لكم، نفاو جمله وتفصيلا اي علاقه عندهم مع هذه القضيه. حتى هما تحرينا في البرنامج اليومي ديالهم، استعمال الزمن ديالهم، فين كانوا ديك الليله. وكاملين اكدوا بانهم دخلوا للديور ديالهم بكري وبانهم تعشاو. استمعنا للوالدين ديالهم، سولناهم على بعض الجزئيات اللي كانت في الوقيته ديال العشاء. كانت الاجوبه متطابقه بين الدراري وبين الوالدين ديالهم، يعني داكشي اللي كانوا كيقولوا لنا دوك الدراري كان صحيح. درنا اتصال بالنيابه العامه، قال لك التقديم ديالهم في حاله صراحه. مرحبا،
علمناهم قلنا لهم راه كاين تقديم. بعد ما درنا لهم تفتيش في الديور ديالهم، هذيك العمليه ديال التفتيش ما عطات حتى شي نتيجه ايجابيه، وما لقينا عندهم لا قمح لا شعير لا حتى شي حاجه، لقينا حتى حاجه اي حاجه عندها علاقه بهذه القضيه اللي كنبحثوا بها ولا شي حاجه اللي مخالفه القانون. وكانوا هاد الوليدات هادو كانوا ساكنين مع والديهم ماشي مستقلين. المهم بقاو غادي يتقدموا، درنا معاهم واحد التاريخ تقريبا شي 3 ايام ولا 4 ايام، قلنا لهم راه غادي يكون التقديم، وعلمناهم بالساعه ديال التقديم، وعلمنا ذاك المشتكي حتى هو قلنا ليه راه غادي تقدم حتى خصك تحضر الوقيته ديال التقديم، راه غادي يبغيك السيد الوكيل العام. قال لك مرحبا. درنا معاهم المهم هذاك الموعد قبل من بحال قلتي اليوم غادي يتقدموا لي النهار اللي قبل، حتى عيط لي داك الشاف اللي كان دار هذا البحث هذا، ولكن كنت انا معاه داخل معاه، انا مسؤول لحقاش انا هو مدير البحث، لحقاش انا تقديم عليه. المهم عيط لي قال لي يا خويا حجي اش كاين اش كاين اش كاين اش كاين اش كاين، راه جا هذاك المشتكي وراه جاب لي واحد التنازل كيتنازل لدوك الناس. كيفاش التنازل؟ قلت لي ما تشدش عنده التنازل ما تشدوش عنده، لحقاش كانت فيا طبيعه انا التنازل كاين حالات فاش نقدر نشدو، ولكن بحال هذه المسائل هذه قلت لي التنازل يمشي يديه غدا راه غادي يتقدم يمشي عند الوكيل العام وتما يعطيه التنازل. هنا التنازل ما شدو عنده حتى حاجه، الله يعاون قول لي يمشي في حالته، مشى في حالته ما شديناش من عنده التنازل. مشى المهم تنازل لهم دوك الدراري، ودوك الدراري ما كان عندهم حتى شي حاجه وما عندهم حتى شي قرائن اللي كدينهم، ما لقينا حتى شي قرائن اللي كدينهم، ما كاينش شي اثباتات اللي كانت ضدهم، يعني غير مجرد شبهه وجهها لهم واتهامات ما مبنيه على حتى شي حاجه حتى شي اسس صحيحه. والنيابه العامه بغات باش تاكد قال لك التقديم ديالهم هادشي اللي كان. مشى داك الدوسي تقتل، الله يعاون دوك الدراري ما تشدوش، رجعوا في حالتهم لحقاش ما كانتش شي حاجه اللي كما قلت لكم شي قرائن ضدهم، رجعوا في حالتهم بقاو كيمارسوا الحياه العاديه ديالهم. دازت الامور مشات، دازت تقريبا شي 4 شهور ولا 5 شهور. واحد النهار عاوتاني كيجي نفس الشخص المشتكي، السيد اللي شكا جا عاوتاني رجع. علاش بغى يسجل الشكايه؟ سجل الشكايه ماشي انا اللي كنت شديتها ليه، كان شدها ليه واحد الدركي، شدها لي ذاك الدركي، ولكن كنت ملم بالمسائل ديالها كاع الحيثيات ديالها والظروف ديالها كنت ملم بها. سمع ليه وجاي يدير شكايه باش بان قال لك شي وحدين رماو لي السم لوسط الدار، وسط ذاك الزرب، لحقاش كانت عنده الدار هنا وكان واحد الزرب داير ليه على الدار وكانت الجرده، وكانوا عنده حاشاكم الكلاب كانوا عنده، وقال لك ودي راه رمى لي شي واحد شي طرفه ديال اللحم. مشى داك الشاف، مشى داك الجدرمي معاه هو واحد الشاف، مشاو داروا المعاينه ديالهم، صوروا داك اللحم، هذاك اللحم كان فيه مرمي فيه السم، تهزوا هذوك العينات، تهزوا عينات من داك الدواء ومن داك اللحم، ومشاو للمختبر ديال الدرك الملكي، المختبر ديال الابحاث الجنائيه. استمعوا ليه عاوتاني واش كتهم شي واحد، قال لهم راه كنتهم واحد السيد، تهم واحد الشاب عاوتاني من الدوار، جابوه الدركيين. استمعوا لذاك الشاب، هذاك الشاب ذكر جمله وتفصيله كاع الاتهامات اللي تهموا بها هذا السيد هذا. قال هذاك وقع عباد الله تا هو دار واحد البحث دقيق ومعمق خصوص هذه الادعاءات باش كيتهموا هذا السيد هذا، ما تبت على ذاك السيد حتى شي حاجه. ودار المهم الاتصال بالنيابه العامه، التعميق ديال البحث وايجاز المسطره على شكل معلومات قضائيه. هذا الشيء اللي كان في هذه التعليمات. مشات هذاك الدوسي ما عرفتش الحيثيات ديالو كيفاش كمل، حقاش ما كانش عندي، ما عرفتش كيفاش كملت القضيه. غير المهم الحاجه المهمه هو ان ذاك الدري اللي تتهم ما تشدش حتى هو، دازت عليها تقريبا ما يزيد على عام. وكان هذا السيد هذا دائم تردد على لابريكاد، كتيجي ديما لابريكاد من الوجوه المالوفه لابريكاد، ديما الا ما جاش هو على غرضه كيجي مع شي واحد. انا شحال من مره تلاقيت معاه تنقول لي الشريف هذا راه ماشي قصير باش تجي معاه، صافي هو راه عنده راه كبير، راه في عمره 40 عام كيجي مع واحد عنده 40 عام ولا يقول وراه ما تيعرفش وراه هذا وي انت هذا ما كيعرفش، راه حنا غادي ناخذوا ليه الشكايه ديالو غادي نوريوه الطرق ديالو ونوريوه حقه ونوريوه كلشي. انت ما تجيش لحقاش انت ما عندك حتى دخل في هذا الشيء. شحال من مره كنت كنقول له شي واحد باغي يشد شي شهاده تسكنها ولا يجي معاه فكا الشاف هذا، اودي واش هذا زيزون؟ واش انت نائب ديالو؟ واش انت محامي ديالو؟ والسيد الا بغى حاجه ويجي الراسو ويقول انت ما دخلوك، شكون انت باش من صفه انت كتجي. وكنت شحال من مره لحقاش سبحان الله كاين شي حوايج كاينين بعض الاشخاص ما كيقبلهمش خاطرك، ولكن هذاك الشيء باش ما كيقبلهمش خاطرك تشوفهم وتشوف السلوكيات ديالهم ما كيقبلهمش خاطرك. ولكن حنا بحكم المهنه ديالنا ما خصكش هذاك الشيء ياثر عليك، خصك ديما تبقى ملتزم الحياد وخص الاحترام للجميع وتوقر الجميع. حقاش داك الشيء ديالك وسميتو ما خصوش يدخل في الخدمه بوحدها، وخصك تعمل اي حاجه غير كان خاطري ما كيرتاحش ليه. المهم تنشوفو كندير منه ديما سبحان الله، قسما بالله الا كنت كنشوفو كنت كندير منه
المهم شحال من مره قلت لكم هذاك السيد من الوجوه المالوفه غير يجي للبريكان، داز شي عام تقريبا، داز شي عام. واحد النهار غادي يجي يدير شكايه باضرام النار، شي واحد قال لك شعل لي العافيه في واحد العشاء. مرحبا، كان انا هو اللي كنت غادي نشد ليه الشكايه ديالو. كنعرفو خلاص كما قلت لكم واحد اللي معروف عندنا كنشوفوه ولا بدا ما تشوفوا مره ولا جوج في السيمانه في البريكان. المهم استمعت ليه، قال لك بان راه واحد الزريبه، واحد الحوش ديالو، واحد العشاء راه تحرقات شعل فيها شي واحد العافيه. قال لك وراه كل ما دخلت وطفيت وسميتو راه كان غادي يشد ليا في الزرب وكانت غتمشي ليا الدار وكان هادي وكان هادي. استمعت ليه، من حقه باش ناخذ ليه وباش نشد ليه الشكايه ديالو. شديت ليه الشكايه ديالو. المهم اتصلت بالنيابه العامه في شخص السيد الوكيل العام، عطيته المعطيات اللي عندي وعطاني التعليمات الانتقال لعين المكان لاجراء المعاينات وتعميق البحث وفتح بحث في القضيه في النازله وربط الاتصال الا كان اعاده ربط الاتصال بالنيابه العامه اذا كان شي جديد. هما التعليمات اللي شديت وانتقلت معاه انا وواحد الدركي. انتقلنا على اساس باش نديروا المعاينات ديالنا. وصلنا لقينا واحد المربع صغير واش شعلات العافيه كانوا شي عواد تما، ماشي شي حاجه، ما كايناش شي قيمه وما كاينش شي خسائر اللي هي كتسوى الفلوس، ما كانش شي خشب وشي خش هو اللي تحرق، ولكن العافيه كتبقى عافيه. واخا ماشي حتى تكون مثلا تكون الخسائر الماديه والخسائر البشريه عاد نقولوا راها جنايه، راه كاين. راه مازال غادي نعاود لكم واحد القصه ديال واحد السيد دابز مع والديه، وليد دابز مع والديه وشد الفلوس، شد دوك الحوايج شعل فيهم العافيه ديالو. قالوا لي كان بداو نكسيو، كنت عاير فيه با ما بغاش يخدم، شعل العافيه في دوك الحوايج. قال لي هاد الحوايج اللي شريتي ديال الوالد كاع جبدهم من الماريو ديالو شعل فيهم العافيه ودار بيه الالعاب ديالو شكايه وطلع ونزل في المحاكم. كل ما تنزل ليه با والله تيغرق، لحقاش العافيه شي حاجه اللي العقوبه ديالها صعيبه واحد الجنايه صعيبه. يعني الانسان خصو يعرف اش كيدير، راه ماشي حتى تكون الخسائر، راه شعلتي غير شي حاجه واخا ما عندها قيمه راه غادي تعاقب والعقوبه غادي تكون شديده. المهم استمعنا ليه، درنا المعاينات ديالنا، درنا التصاور لذاك البلاصه اللي شعلت فيها العافيه، ماشي شي حاجه اللي كثيره. المهم درنا واحد العمليه تمشيطيه تما في الارجاء ديال عين المكان، لعل وعسى نلقاو شي حاجه اللي تقدر تعاوننا في هذا البحث. هذه العمليه ما عطات حتى نتيجه. استمعت ليه قلت ليه واش كتهم شي واحد ولا؟ قال لك ما كتهم حتى شي واحد، انا غادي نشوف الشاف الا وصلت لشي معلومات ولا عرفت شكون راه غادي نجي عندك. مرحبا، ما كاين باس، مشى في حالته. استمعت عاوتاني للجوار، هذوك الجوار ديال دوك الجيران ديالو طابوا معاه مساكن، فين ما كان شي مشكل كنستمعوا لهم، هما خاطيهم المشاكل وهذا السيد هو اللي طاليهم بالمشاكل ديالو. استمعنا لهم، قال لك ودي ما شفنا حتى شي حاجه. وكان هذاك السيد كانت عنده واحد السمعه ماشي حتى تما في الدوار، وكان غير مقبول غير مرغوب فيه. الناس كانوا كيتهربوا منه بالاذى ديالو، كانوا كيهربوا منه، كانوا كيتفاداوه، وحتى واحد ما كيبغي يتصادم هو وياه، كيقولوا هذا راه ما عندوش الحدود في الاذى، راه يقدر يدير لنا شي كارثه، ما عندي ما ندير به. يعني الانسان تيمشي تيشوفوا ليه تيبدل الطريق، ما عنده ما يدير به. المهم درنا المسائل ديال استمعنا لذوك الجوار. قال لك ودي كان واحد قال لي السي حجاج ديما حنا نجيو نستمعوا لينا سميتنا راه كل بحضر ديال. قلنا لهم راه هذا هو اللي كيدير، راه خصنا نستمعوا للجوار، راه ضروره البحث هي اللي كتخلينا، وانتم راه التصريحات ديالكم راه كناخذوها باش تعاوننا، ما عندكم لا ذنب لا حتى حاجه. المهم تفهموا، عطاو التصريحات ديالهم ما كانتش فيها شي معطيات اللي تقدر تفك لنا هذا اللغز هذا، وبقات هذه القضيه عاوتاني ما عندهاش الحل. استمعت، حاولت درت التحريات، ولكن من خلال التحريات توصلت لواحد الحاجه، توصلت بان داك السيد ما صافيش. ملي توصلت لهذه المعطيات وهذه المعلومه هذه، يعني غنديرها في راسي وغندير بحسابها وغادي نبحث فيها. انا بحثت فيها باش نشوف هذا السيد هذا واش كاينه شي حقيقه كيخزنها من موراه، واش هذا السيد هذا عنده شي حاجه. المهم خصني نكشف الاوراق ديال هذا السيد اللي تيدير ما بغا ويتهم اللي بغا ويخربق ويدير، وحتى واحد ما قدر يحبسو عند حده. وكنت عطيت واحد الوعد، قلت والله هذه القضيه هذه حتى نشوف شكون اللي دايرها، هذه العافيه هذه غادي نعرف شكون اللي دايرها، ما نتفرقش مع مولا، نشوف شكون هو. واش حنا هذه المشاكل ديما هذا الدوار هذا ديما غاديين اما مسروق اما مرمي السم اما. والتذكير راه فاش رجعت ديك النتيجه ديال ديك الخبره ديال دوك الطروفه ديال اللحم اللي صيفطناهم فيهم الدواء، تبين بالفعل بان ذاك الدواء راه مسموم، راه سم وكيقتل قاتل. يعني هذاك الشيء اللي قال بان راه اللحم فيه السم بالفعل راه السم هذاك. المهم نرجعوا للقضيه ديال اضرام النار. استمعت ليه ذاك النهار نيت فعل ذاك النهار الله يثبتنا على الشهاده، تنظن الا ما خانتنيش الذاكره ذاك النهار جا عندي قال لي سي حجر كنتهم واحد السيد راه وصلتني شي خبر بانه هو اللي شعل العافيه. انا عرفتو كي لقيت تهم هكاك، قلت لي شوف
ما يمكنش غادي تقول لي هذاك السيد هو اللي دار ليا. اعطيني علاش داك السيد، ما تجيش تقول لي داك السيد. راه غتقول لي داك السيد ما عطيتش، ما عطيت، انا غادي نمشي عند داك السيد يقول لي ماشي انا، نعيط للوكيل العام نقول لي هذا السيد هذا راه كيتهم عباد الله وراه ما كاين حتى دليل عليهم. صافي داك السيد غيمشي، قلت لي عطيني دليل، عطيني شي حاجه علاش غتهمو، علاش ارتكزتي باش تتهم هذا الوليد هذا، علاش؟ اما غير بقات الادعاءات ديالك تجبدهم من راسك وترميهم على من لا، راه خاص شي حاجه علاش ترتكز. قال لك واه شي ناس ما بغاوش يقولوا لي وهذه وهذه وهذه، قلت له لا شري غادي تقول لي. الا قال لك شي واحد بان راه عنده شي معلومات ولا شاف هذا السيد شعل العافيه، خصك تعطيني سميتو باش الا بغيتي هذا السيد نشدوه، راه خص واحد اللي يشهد فيه. انت كتقول قالوا لك الناس، ومادام قالوا لك الناس راه شافوا، واعطيني السميه ديالك هو تتشاور مع الناس. قلت له سير تتشاور مع الناس وعاود رجع. الغد ليه الصباح رجع قال لك راه تشاورت مع واحد من دوك الناس راه قال لي نشهد. قلت له مرحبا. استمعت لي عاوتاني في واحد التصريح بان راه التقيت واحد السيد ها سميتو في الدوار، وراه قال لي هذيك العافيه اللي شعلت لك في ذاك الزرب ديالك وفي ذاك العشاء اللي كانت عندك تما، راه فلان اللي هو ولد فلان اللي من الدوار هو اللي شعلها، وراه قال لك بان راه شافوا فلان. استمعت ليه من حقه، درت اتصال بالنيابه العامه، قال لك استدعاء ديال هذاك، سيروا جيبوه واستمعوا ليه وشوفوا النتيجه ديال البحث. هذاك الشيء اللي درت. انتقلت لعنده، مشيت للدار، لقيت الوالده ديالو هي اللي لقيت. المهم السلام بخير لاباس ولدي بخير هانيه. قلت لها مول الدار فين هو؟ قالت لي وليدي راه في الفلاحه، راهما في داد الفلاحه تيفلحوا. قلت لها الله يجازيك بخير، فلان اش كيجي؟ قالت لك راه ولدي. قلت لها عافاك ايوا صيفطي لي. قلت لها شحال عنده؟ قالت لك ولدي راه عنده شي 24 عام يعني رشيد. قلت لها صيفط لي شي واحد بغيناه ضروري. قالت لك صافي انا غادي نصيفط ليه. صيفطت لي واحد البنيوته كانت تكون عندها تقريبا شي 8 سنين 9 سنين، اختو الصغيره. مشات مسكينه كتجري، قلت لنا ديك السيده جلسوا هو غادي يجي مول الدار، راه حتى هو نعمر لكم قلنا لها لا زربانين لا راه غادي نمشيو غير الوليد الله يجازيك بخير نسولوا على شي واش هانيه ماشي هانيه. تشوشات مسكينه الله يكون في العوان. قلنا لها غنسولوا على شي حاجه، غادي نشوفوا اشنا هو الجواب ديالها علاش ما علاش. قلت لها المهم تيجي راه غادي تعرفي كلشي. المهم واحد 4 ساعات ولا 3 ساعات جا هذاك الدري كان لابس مسكين البوط، هاز واحد الصابه فوق كتافو وجاي. هذاك الوليد ما عنده بوانتينه، ما عنده لا سوابق، عمرو كان موضوع ديال شي شكايه، عمرو ما كان موضوع بحث ديال شي موضوع بحث قضائي، كان عنده حتى شي حاجه. كان الانسان هذاك الوليد معروف تيعاون باه ومرضي الوالدين، داخل سوق راسو، ما فيه تابليه حتى حاجه، خاطيه المشاكل. وكان باه عنده الاراضي وكانت عنده الفلاحه، كان ميسر عليه الله، وكان تيتعاون مع باه، وكان هو الدرع اليمن ديال الاب ديالو. استمعنا ليه، سولناه واش عندك شي عداوه مع فلان؟ قال لك لا ما عنديش عداوه معاه، ما عمري درست معاه. قال لك هذاك كيعكا، قال لي بالضبط، قال لك هذاك راه جلاخه، راه كنعطيوها الشاف التسعه هذاك جداني ليه، قال لكم ما قدي ما قدو، انا ما بيني وبينه الخير والاحسان. قلنا له ودي راه دابا غادي تمشي معنا الله بريقات باش تجاوبنا، عقاش تيتهمك بانك واش سمعتي واحد العافيه شعلات. قال لك ودي سمعت شي عافيه وسميتو شي حاجه قليله، قال لك ولكن ما في راسي حتى شي حاجه. قلنا له راه انت اللي كيتهم، يلا باش تمشي معنا لاكارت ديالك، قال لك تجيبها من الدار. قلنا ليه جيبها، جابها دخل للدار، جاب لاكارت ديالو، بدل حويجاتو وركب معنا في الطوموبيل ديال السيرفيس. وكان انسان واحد الوليد مسالم ومربي ومخلق. مشى معنا، فتحنا معاه بحث، يقول لك وكا عباد الله انا ما عندي حتى علاقه بهذه القضيه هذه. قلنا له ودي هذا الشيء هالليله فاش ترتكب وهالليله فاش شعلات العافيه غادي تقول لنا فين كنتي في هذه الوقيته هذه. قال لك مرحبا، انا غادي نقول فين كنت هذيك الوقيته. قال لك هذيك الوقيته كنت في دارنا. قال لك انا راه كنفيق مع الخمسة و6. قال لك راه النهار كامل وانا في الفلاحه. قال لك راه حتى الماكله كيجيبوها لي مالين الدار للفلاحه. قال لك راه كيوصل المغرب العشاء، قال لك راه ما كنقدرش نصبر كنعس. قال لك راه نعست. قال لك والدي استمعنا الوالدين ديالو كاملين اكدوا لنا بان ولدهم راه دخل الدار كالعاده، وراه ما كيتعطلش ولدهم، راه ما كيفوتش المغرب في الدار، وما فيه تابليه، ما تيكمي، ما تيشرب، ما حتى حاجه. وتاكدوا ملي سولت في دوك الجزئيات باش تعشيتو فين كان جالس الوليد، فين كان جالس با، فين كنتي جالسه انت، فين اختو فين كانت جالسه. المهم تحريت في هذه المسائل كامله، لعل وعسى لقى شي تناقضات، ولكن ما بانت لي حتى شي تناقض، ما بان لي حتى شي حاجه. كانت تصريحات كانت متطابقه بحال داك الشيء اللي قال الدري، اللي قال الاب، اللي قالت الام ديالو. درنا الاتصال بالنيابه العامه. بعدا قبل ما نديروا الاتصال بالنيابه العامه مشينا عند هذاك السيد، هذاك الشاهد اللي قال لنا راه غادي يعطيكم التصريح ديالو. مشينا لعنده لقيناه حتى هو، جبناه الله بريقه، قلنا له تمشي معنا الله يجازيك بخير نستمعوا كشاهد في واحد القضيه. قال مرحبا ما كاينش مشكل. مشى معنا لاكارت ديالك، استمعنا ليه، قلنا له ودي راه عيطنا لك، راه فلان اللي شكا واحد دار واحد الشكايه ديال اضرام النار في واحد العشاء ديالو، راه قال لك بانك انت قلتي ليه بان فلان هو اللي شعلها.
وراك شتيه هادشي اللي قال شتيه بعيني، يعني انت شاهد عيان على واحد النازله، على واحد الجنايه، على واحد الجريمه ديال اضرام النار. اضرام النار لعندي. المهم الاخر قلت لي شوف نقول لك واحد الحاجه قبل ناخذ التصريحات ديالو، قلت لي شوف نقول لك واحد الحاجه، راه العافيه هذه، راه الجنايه هذه. انا واحد الحاجه نقول لك، راه ماشي تقول لي راه شتو، راه غادي ناخذ بالاقوال ديالك، راه شتو وغادي نبحث حتى انت من موراك ودير الله قدامك. وراه العافيه راه العقوبه ديالها راه فوق 10 سنين الفوق. دير بحسابك واحد السيد الا كان داير نبغيك تكون راجل وتحضر الخوف ديال الله فيك وتقول لي شتو فلان، قلت له غنجبد معاه ستيل وغادي يمشي يتربى، قلت له ولكن ما نبغيش الظلم. راك انت شاهد، غتعطي التصريح ديالك. وهنا اللي تذكر نفتح قوس بالنسبه واحد النصيحه للزملاء المزاولين، كاين اللي كيدير مثلا فاش كيدير المحضر كيستمع لواحد كيدير ليه الشاهد الاول الشاهد الثاني ولا الشاهدك، راه هذاك خطا متداول. خصك دير ليه المصرح الاول المصرح الثاني. واحد انت كنقولوا ليه بان شاهد ما كنطلقوا عليه وما كيكون عنده قانونيا هذه الصفه ديال شاهد تكون عندها صبغه قانونيه حتى كيأدي اليمين في المحكمه، عاد كتولي كنقولوا شاهد. اما عند الضابطه القضائيه كنقولوا ليه مصرح ماشي شاهد. المهم قلت له المهم انت تعطي التصريحات ديالك، الا شتي هذا السيد نبغيك تقول لي شتو، ولكن الا كنتي غير رامي عليه الباطل شت السيد ملي قلت لي هذه المسائل هذه ولا تراجع. قال لي شوف الشيخ انا ما شتوش. قلت له شنو؟ راه السيد تيقول لك بانك راه قلتي لي راه شتو. قال لك لا ما شتوش، انا راه تلاقيت معاه كان دايز في الشارع تما اش من ساعه وقال لك جواه العشاء قلت له هذا الشيء راه وقع حتى 12 الليل ولا قال لك السيد هذا وقع، راه ماشي هو بوحدو يقول لك انا شتو غادي لازم الزنقه ولا بغى يتنصل من ديك الشهاده، خصوصا ملي هضرت معاه وقلت له حضر الله وحضر الضمير ديالك، راه حشومه تهم شي واحد، ولكن الا كان داير نبغيك تكون راجل وتواجهه وتقول ليه شفتك ملي شعلتي العافيه. قلت لا ما شفتوش. درنا اتصال بالنيابه العامه قال لك التقديم ديال هاد الناس هادو مرحبا. درنا معاهم تقديم في حاله صراحه، يتقدم هذا الوليد اللي متهم ويجي معاه هذاك المشتكي وهذاك الشاهد حتى هو. علمناهم بالتاريخ والساعه ديال التقديم امام السيد الوكيل العام، وقلنا لهم السيمانه الماجيه ان شاء الله على بلا ما توجد المسطره يوجد المحضر. قال لك صافي مرحبا. دازت شي ايام تقريبا واش مازال ما وصلش التاريخ ديال التقديم، جا عندي هذاك الشيباني هذاك السيد عاوتاني المشتكي سلام سي حجي سول عليا في البريكاد لقاني كنت سيرفيس خارج، عيط لي الجدار لي بيرمانونس سلام حجي كي داير اخويا بخير هانيه الصحه لاباس الحمد لله كي داير مع السيرفيس بخير فين راكم؟ قلت له فين راني قال لي راه كاين واحد السيد كيسول عليك هنا في البريكاد. قلت لي شكون؟ قال لي فلان. قلت له هذاك هو اللي عنده الشكايه ديال اضرام النار، اش بغاش حب الخاطر هذاك راه عندهم تقديم صافي راه علمتو على التالي. قال لك لا راه بغاك. قلت له قول لي تسناني تنكمل سيرفيسي غادي نجي، بغى يمشي تيرجع ها الساعه ديك 4 العشيه ولا غادي نكون تما. قال لك صافي غنقولها ليه. دخلنا حنا تقريبا شي 4 بين 4 و5 العشيه دخلنا الطوموبيل ديال السيرفيس للكراج، جيت لقيتو جالس قدام البريكاد سلام سي حجي لاباس بخير لاباس، ضرب لواحد القب ويجبد واحد الجوا حلو. قال لي قلت له اش داك الشيء؟ قلت له هذا. قال لي هذا راه سميتو راه التنازل. كيفاش التنازل؟ تنازلتي لهم كتقول لي ما نطلقوش ما نديرش، كيفاش تبت لي التنازل؟ الله يجازيك بخير ما غاديش نشدو من عندك، غادي تمشي تديه غير نهار تقدموا غتديه عند السيد الوكيل العام، ما غاديش نشدو عندك انايا غاكون هاني. انا راه ما نشدش التنازل في هذه المسائل. ملي تمشي تقدم ديك الساعه في المحكمه قول لهم انا راه كنتنازل على هذا الشيء ويجمعوا يطويو داك الشيء ولا يشوفوا واش غيديروا لي، حنا راه كنوصلوا غير القبض للفراد لا اقل ولا اكثر. وهذه عاوتاني نفتح قوس نفتح باش نشرح هذه المساله هذه للجمهور الكريم، بان كاين اللي كيقول لك طلقوه الجدارميه ولا طلقوه البوليس وشدوه البوليس. غير باش نقول لكم البوليس والجدارميه الضابطه القضائيه ما كتشد ما كتطلق، كتنفذ التعليمات ديال النيابه العامه. النيابه العامه هي اللي كتطلق هي اللي كتشد. لقاش حنا كنا الضباط ديال الشرطه القضائيه كيخدموا تحت الامره ديال النيابه العامه وقاضي التحقيق بطبيعه الحال، وهادو ضباط سامون ديال الشرطه القضائيه وحنا ضباط ديال الشرطه القضائيه، يعني هما الرؤساء ديالنا، هما اللي كيعطيونا التعليمات وهما اللي كيديريجيونا في الابحاث اللي كنباشروها. المهم قلت ليه ما نشدش غادي تديها سميتو. ملي جاب داك التنازل ولات عندي القضيه، قلت هذا عنده شي حاجه. كيفاش هذا كيشكي؟ انا غير ملي دابا هذاك الشيء اللي داز قدامي 3 القضايا كيدير فيهم التنازل. ديماريت الطوموبيل ديال السيرفيس عمرنا شي وراق داك السيرفيس اللي خرجنا، ديت الواجب ديالي، قلت لقائد المركز غادي نمشي على ود هذاك نسول على داك السيد اللي كان دار الشكايه اللي كان ولده
راه كنتهم في القضيه ديال اضرام النار. قلت له غادي نمشي نشوف داك الدري ونرجع. وقلت له هذا راه كنديروا ليه وكنضربوا معاه تماره حتى كيجيب لنا التنازل. هذا راه تحت من راسو شي حاجه. كما قلت لكم ما قبلوليش خاطري سبحان الله. مشيت انا وداك الجدرمي، مشينا لعند الدار ديال داك السيد اللي كان مشتكى به. السلام لقيت عاوتاني الام فينا سميتو، قالت لك راه كاينين في الدار. عيطات لهم خرجوا بجوج، كانوا كيديروا كاسكروط. يلاه دخلوا مساكن من تماره، سلموا عليا بخير لاباس. دخلت شربات قلت لهم لا غادي نمشي. قلت له اش درتوا مع داك السيد؟ قال لك اودي راه درنا التنازل. قلت له كيفاش التنازل؟ واش مشيتي رغبتيه؟ واش بيناتكم؟ قال لك السي حجوج ما كتعرفش هذاك شنو هو. قلت له شنو؟ قال لي هذاك السيد راه سميتو راه الفلوس راه كيدير هاد الشكايات وكيبتز بهم عباد الله السي حجي. قلت له هادشي علاش ما كتقولوش لينا؟ قال لك راه الناس كيخافوا منه، حتى واحد ما كيقد يهضر. قال لك راه عنده المعارف وعنده. قلت له شنو المعارف عنده؟ شنو المعارف بغا يكونوا عنده؟ وتقولوا لنا هذه المساله هذه باش نديروها حتى حنا في راسنا. قلت له انا ما جيتش عندك انت ما تجيش عندي تقول لي هذه المسائل. هادشي راه مخالف للقانون. باش بدا يدير الشكايات وبدا يبيع ويشري فيهم، قلت هادشي راه مخالف للقانون. قلت له اش درتي معاه؟ قال لك اودي راه اعطيته 4000 درهم باش دار لي التنازل. عطيتيه 4000 درهم وقدام كاينين شي شهود؟ قال لك لا ما كاين لا شهود لا حتى شي حاجه، راه عطيتها لي غير بيني وبينه السي حجي. قلت له وهنا رولتيها. قلت له علاش ما تقولش لي بان راه باع وشرا معاك؟ علاش ما تعيطش ليا ولا تجي لابرياد من اللي دار معاك قول لي اش كاين؟ قلت له نديروا ليه الفخ ونشدوه. حقاش واحد كيتهم عباد الله بالزور وبالباطل وبدا يبتزهم يبيع ويشري معاهم ويجي يدير لهم التنازل. حنا دايرنا وسيله باش كنبتزوا الناس، يعني الوسيله باش كيبتز الناس هما حنا. قلت له راه ما غاديش نسمح ليه انا باش غادي يبتز بيا الناس. قلت له هادشي اللي خصك تقولوا لي. قال لك هذا الشيء اللي كاين ما كان حتى شي واحد. قال لك لا والو بيني وبينه. مشينا درنا التنازل. قال لك راه حتى سنه التنازل اللي قاليزاه. قال لك هو شادو في يديه وانا شاد الفلوس. قال لك عطاني التنازل عطيته 80,000 ريال. باش غادي نثبت هذه القضيه هذه ما كاينش. مشاو تقدموا امام انظر السيد الوكيل العام. عاوتاني كان دار التنازل ديالو. داك السيد نيت اصلا ما تابت عليه حتى شي حاجه، غير الناس كيخافوا. وقلت له علاش غتعطي 80,000 ريال؟ اشنو اللي بان على ولد؟ قلت له حتى الشاهد راه ما اكدش بان راه ولد. علاش كتبيع وتشري معاه؟ علاش كتبيع وتشري مع الناس؟ وهذا نداء. واحد شكا بيك ويجي يقول لك لا وندير لك التنازل بالفلوس راه هادشي مخالف للقانون. راه تبلغ به ويديروا ليه الفخ، راه يشدوه يمشي يتربى. لحقاش ما دارتش الشكايات باش غتبيع وتشري بهم، دارت الشكايات باش تشد حقك الا كان حقك ضايع لك. اما باش تبدا تبتز بها الناس راه كتولي هنا خارج الاطار القانوني، يعني راك مخالف القانون وخصك تمشي تربى. ولكن بحال هذا السيد قلت ليه غدير لي شكايه، اجي يقول لي راه بتزني قدام من عندي 80,000 ريال. قال لك لا سي حجي خليني بغيت نفك. الدري كان مسالم شافي حالته، ما قدرنا نثبتوا عليه حتى شي حاجه. مشى دازت عليها مده. جا واحد النهار عاوتاني باش يسجل شكايه على السرقه ديال الدجاج. داك شي واحد نقز ليا وراه دا ليا الدجاج. قلنا لي الدجاج راه كيغوت. واش ما سمعتيش الدجاج شحال ديال الدجاجات دات لك؟ قال لك دا ليا جوج دجاجات اللي دا ليا. راه بنهار راه ماشي بالليل. وهذه ربما ما عرفتش لقيت انا واش كنت في الدار تما معاه. قلنا له ودي الدجاج راه تيبدا يعوق، راه الدجاج تيبدا يغوت، راه كيدير الصداع. راه الا بغى واحد براني يدخل لا سمي العشاء ديال الدجاج باش يشدو راه مول الدار ضروري ما غيسيق الخبر. قال لك ربما دخلوا ما كنتش انا. شكون عاوتاني وكيدير ديما هذيك الخطه ديال ما عرفتش شكون تيمشي يومين 3 ايام حتى كيفيزي شكون ويجي يقول لك فلان باش تمشي تستلم عليه انت. الناس كتخاف وغادي يمشي عاوتاني يتباع ويتشارى معاه ويدير ليه التنازل. هذه القضيه هذه كان شدها واحد الشيخ. قلت له اودي اش دار معايا هذاك راه كيبيع ويشري بينا. الله يجازيك بخير، انا غادي ندير معاك هذا المحضر. قلت له غادي نتبعوا هذا السيد هذا. استمعنا ليه، درنا ليه الانتقال، ما لقينا ما نعاينو، ما مهرس حتى حاجه. واحد تشابوا له واحد الكوخ ديال الدجاج ما مهرس ما حتى حاجه. قال لك من هنا منين فين دخلوه هزوا ليا واش نقزوا؟ قال لك ربما راه نقزوا ودخلوا لداخل عندي. الله اعلم شكون هما، الله اعلم. درنا التصاور داك الشيء، درنا المعاينات ديالنا، ما لقينا شي حاجه اللي نقدروا نستثمروها باش تعاوننا في البحث ديالنا وجينا في حالتنا. عاوتاني الغد ليه جا قال لي ودي راه سمعت من عند الناس فلان ما فلان. مشيت انا وداك الشاب قلت له هذه القضيه غادي ندير انا وياك واي حاجه غادي تعلمني بها الله يجازيك بخير. قلت له هذا ما غاديش نطلق منه. مشينا عند داك السيد ذاك الوليد، استمعنا ليه، تكون عنده شي 19 عام ولا. استمعنا ليه حتى هو وكا عباد الله، راه ما مديت ما شفت ما ريت ما هادي، والله الا كيتهمني، والله الا كيدير ليا، والله هادي. المهم استمعنا ليه حتى هو، ما عندنا كي نديروا ليه، خصنا نستمعوا ليه، مادام اتهموا خصنا نستمعوا ليه، خصنا نثبتوا البراءه ديالو ولا الادانه ديالو. البراءه ديالو استمعنا ليه بخصوص استعمال الزمن ديالو، لومبلوا دي طون ديالو. ملي استمعنا ليه عاوتاني تحرينا مع الاصدقاء ديالو فين كنتي لحقاش هذا قال لك ما عرفت واش الصباح واش العشيه واش بالنهار. هذاك النهار اللي وقعت الواقعه، هذاك اللي مشتبه فيه وهذاك اللي مشتكى به، ملي فاق الصباح قلت ليه ملي فاق الصباح حتى الغد ليه
فاش فقتي عاود تقول لي ما تلاقيتي فين كنتي منين جيتي، عطانا استعمال الزمن ديالو، الاشخاص معنا نتلاقى فين كنت في هذه الساعه فين كنت في هذه الساعه، ديمارينا الطوموبيل السيرفيس وسير عند هذا سير عند هذا، كاع دوك الناس اللي ذكرهم استمعنا لهم. عاوتاني كاين تطابق، ما كاين حتى شي تناقضات بيناتهم. يعني هذا السيد داكشي اللي قالنا داك الوليد كاين، ما يمكنش غادي يتفق مع هذا ويتفق مع هذا ويتفق مع هذا، خصوصا انه هو ما كانش في راسو غادي يتهموا السيد. يلا كيتهموا جينا قلنا له يلا تمشي معنا، جبناه استمعنا ليه. يعني ما كانش متفق مع هاد الناس ولا شي، ما يمكنش يتفق معاهم. وكاينين الناس كبار تلاقى معاهم شافوه، كاين واحد مول الحانوت قال كان عندي، واحد مول القهوه تيجلسوا عندي، واحد الكافي مور تما تيجلسوا فيها قال لك شتو، كان جالس مع الاصدقاء ديالو كاملين جاو مالين دارو، قال لك راه كان في الدار بالليل. يعني ما لقيناش عليه شي كذوب، ما خرجنا ما بيناش عليه شي كذوب. درنا الاتصال قال لك اسيدي لحقاش كانت سرقه عاديه، قال لك غادي ديروا القضيه على شكل معلومات قضائيه. ملي دارت القضيه على شكل معلومات قضائيه شديت الاب ديال داك الوليد قلت لهش هكا التليفون ديالي، قلت لي هذا اللي شاكي بولدك، قلت لي الا جا وبغى يدير معاك البيع والشراء انا مزوق فيك. معيط ليا علمني ما تعطيه فلوس ما تعطيه حتى حاجه حتى تقول لي. قال لي صافي سي حجي مرحبا. دازت عاوتاني شي 5 ايام ولا 6 ايام، واحد النهار كيصوني كانوا ديك الساعه باقيين لي تيلي بوتيك، واحد النمره ديال الفيكس من تيلي بوتيك من المنطقه تما فين كنت خدام. جاوبت السلام لقيت داك السيد، انا سي حجي هذا اللي كانت عندي شكايه اللي تهم ولدي تهموا هذاك السيد وهادي. مرحبا. قال لك راه تلاقيت مع داك السيد وراه جا عندي قال لي راه ولدك راه غنتبعوه ونخسر عليه الفلوس الحبس السي حجي وراه كيهددني وكيدير ليا. قلت له دابا علاش كيهددك؟ قلت له واش الحبس في يديه؟ واش السوارد ديال الحبس عنده؟ قلت له شو هو اللي كيصيفط للحبس؟ قلت لي انا وراه ما عنديش، القانون ما كيخوليش، راه المحكمه والقضاء هو اللي كيصيفط للحبس، ما كاينش شي واحد اللي كيصيفط للحبس. قلت له ما عنده ما يهدد فيك. قلت له شنو؟ قلت له دابا علاش بغى يوصل ملي كيهددك هكا؟ ياك دار القضيه ديالو ما خصو يهددك ما حتى حاجه، كاين المحكمه بيناتكم، راه دار القانون ديالو خصو يتسنى القانون ديالو ويتبع القانون. قال لي يا ودي راه طلب لي شي فلوس، قال لي بغيت التنازل وانا راه ولدي صغير راه يمشي يضيع عليا ويوسخ ليا ولدي يولي عنده السوابق وعنده. قلت له واش درتي معاه؟ قال لي يا ودي راه طلب لي واحد 50,000 ريال باش يتنازل لي. قلت له مرحبا. قلت لي غادي تجي عندي لابريغاد دابا. جا عندي لابريغاد حتى تفاهمت انا وياه وعطاني اش قال ليه، راه تيبتزو في الفلوس ولا غنغرق لك ولدك ولا ندير لك. وقال لي هادشي راه كيديروا مع الناس كاملين وراه هادشي راه معروف عليه وراه هذه هي خدمته، راه قبل ما تجي السي حجي راه شحال من واحد راه طيب ولا الدوار. قلت ليه شكون اللي؟ قال لك اودي راه كاين فلان وكاين فلان وكاين فلان. مشيت كنسول في دوك الناس قلت اودي راه كاملين كاين شكابي ناضوا المنوع عدوان ودا الشاف وراه ما تنبغيو مشاكل ما كنبغيو صداع، كتجي الضربه في الفلوس كنعطيوه كيدير لنا التنازل، راه هذيك هي طبيعته. يعني واحد 7 ولا 8 الناس اللي تعطاوني السميات ديالهم مشيت سولت تحريت لقيته بان راه كيبيع ويشري بالشكايات، يعني داير الشكايات وسيله باش يبتز عباد الله. درت الاتصال بالنيابه العامه قال لك غادي ديروا ليه كمين باش تثبتوا عليه. قلت له مرحبا. هذاك السيد لقيت معاه على الاتصال دار معاه لقيته فاش يعطيه فلوس، وكان دار معاه غيعطيه الفلوس في واحد البلاصه حدا لابريغاد فين كانت الجماعه، لقاش كانت لابريغاد قريبه للجماعه غادي يمشيو يليغاليزيو تما. قلت له ملي يليغاليزيو لك انا غاعلمني. قلت له ملي تجيو للجماعه قلت له راه غادي نترصدوه من البعيد بلا ما يشوفنا. قال لك صافي السي حجي. دخلوا للجماعه حنا بقينا بعاد ومتخفيين في الزي المدني ومدربين ما كيشوفناش. دخلوا قال لك ملي تشوفنا خارجين راه قدام الباب غادي نعطيه. بالفعل كيبانوا لنا قدام الباب. السيد عطى الاخر التنازل، الاخر شد الفلوس بدا كيحسب فيها، كيحسب في ديك الفلوس وقفنا عليه في البلاصه. هذيك القضيه عايناها بعينينا كنشوف بان راه عطاه الفلوس شدينا. وكانت قضيه اخرى كان عندي هذوك الفلوس اللي قال ليه باش يعطيهم لي ديك 50,000 ريال، مشيت صورتها درت ليها فوتوكوبي من غير فوتوكوبي. عاينا هاد القضيه عايناها بالام ديال الاعين ديالنا، يعني معاينه مباشره شفناها من غير ذاك الدليل. وقفنا عليه شدينا دوك الفلوس، درنا اتصال بالنيابه العامه قال لك ديوه سدوا عليه. درنا المقارنه بين النيميرو السيري ديال ديك الفلوس ودنيس الفلوس اللي تعطاه متطابقه، يعني الفلوس ديال داك السيد ماشي ديالك. خدرتيها في الجيب حنا شفناك ملي شدينا، ولكن ملي وقفنا عندك كنتي دخلتيها في الجيب. وهاد الفلوس ها فوتوكوبي ديالها دابا انت كتبتز عباد الله. درنا الاتصال بالنيابه العامه قال لك الوضع ديالو تحت التدابير ديال الحراسه النظريه لحقاش كيبتز عباد الله عن طريق الشكايات. اش درت؟ تحجز ذاك المبلغ المالي اللي غادي يمشي هذاك كوسيله اثبات للمحكمه، غادي نعطيو مقابل اشهاد السيد رئيس كتابات الضبط، وهذاك الفلوس مازال غادي ترجع لذاك السيد الضحيه الاب ديال ذاك المشتكى به، مازال غادي ترد ليه المحكمه. ولكن دابا راه محجوز
لحقاش هذيك باش غتثبت عليه ونعطيو ديك فوتوكوبي ديال الوراق باش تثبت عليه بان ديك الفلوس راه ما ديالوش. المهم درنا فتحنا بحث استمعنا ليه، هذه كاين فيها التلبس ما عنده ما ينكر. استمعنا السيد اللي راه بتزني ودار ليا وفعل ليا وراه طلب ليا، مشيت عند الاخر مولا سميتو مول العافيه اللي تتهم ولده، قال لك تا هو 80,000 ريال عطيت للسيد، علاش باش يدير لي التنازل. نط قلبت كاع قبل ما نكون جي انا تما، حاولت نقلب، جبت تقريبا شي 26 شكايه اللي داير 26 شكايه تقريبا في ظرف واحد 5 سنوات. هادشي غير اللي جبت، خلي داكشي اللي ما جبتش. ملي جبت دوك الشكايات مشيت عند مواليهم كاملين استمعت لهم، قال لك اودي بالفعل راه شكا بينا، راه شكا ليا بولدي كاين اللي كيشكي به هو نيت مباشره، قال لك راه داير هذه القضيه وكيبتزنا وحنا ما قادين على مخزن. الانسان تيكون ما عارفش وتيكون تيستغل الجهل ديالو بالقانون صافي وكيلعب بهم، هو مولف المحاكم وكيلعب بالناس وكيدي لهم فلوسهم وعايش في ذاك الابتزاز ديالو، رغم انه ما كانش مخصوص. غير الانسان ملي كيكون ما كيكونش فيه خوف الله والانسان كيكون طاغيه، راه هذا هو النموذج وهذا هو الصيف بحال هذا السيد اللي كنعاود لكم. جبت دوك المحاضر كامله، جبتها كامله ودرت لها فوتوكوبيات لي كوبي ديالهم واستمعت لهم اليوم كاملين اكدوا لي بان راه تبيع وتشرى معاه، راه دار لهم تنازل مقابل مبلغ مالي. جمعت دوك المحاضر هذوك التصريحات ديال الناس كاملين ودرنا ليه واحد المسطره على حقه وطريقه. ملي كملت المده القانونيه ديال الحراسه النظريه بطبيعه الحال قدمناه امام المحكمه مدينه للنيابه العامه. ملي مشى للنيابه العامه امام انظر السيد وكيل الملك اللي بعد الاستنطاق ديالو اعترف جمله وتفصيلا. كاينين الناس اللي كيعترفوا وتاكدوا بان راه ابتزوا مده من عندهم فلوس هما كثار. غير المحاضر اللي جبت 26 محضر، خلي داكشي اللي قديم ما تنعرفوا. قال لك الناس راه كان تيمتهن هذه القضيه منذ قدم الزمن وهو داير هذه القضيه هذه. قال لك راه كانوا شي وحدين اللي كانوا كيعاونوه في هذا الشيء وكيتهلا فيهم واسمي. قال لك اودي طاح فيك انت ما بغيتيش دير معاه. قال له الله خير وزني ذهب، الله خير وزني ذهب، ما يمكنش نمشي معاه في الظلم باش واحد حاجه كحله نردوها بيضاء، ما يمكنش. ولا واحد ما داير والو تشد انت ديك 80,000 ريال تعطيني منها 30 ولا 40,000 ريال ونبرك على الاخرين يمشي ظلما وعدوان وكاين الموت كتسنانا. الانسان ماشي من داك الصنف وما تربيتش على داك الشيء. والقناعه عطانا الله القناعه وديما كنا كندعيو يا ربي عيشنا ما عندناش ما خصناش والله يحشرنا مع الضعفاء. هذا هو الدعاء ديالنا والحمد لله كان حاضر فينا الخوف ديال الله وما كنا كنتبعوا ما كنشروا الضمير ديالنا ما كنبيعوش الحمد لله. وكاينين مجموعه ديال العناصر في جهاز الدرك الملكي كنعرفهم شخصيا، ناس اللي كيخافوا الله، الناس حقاش كاين البعض اللي كيجمع جدربيه كلهم دادا. لا يا اخي، تعميم لا. راه اي بلاصه كنقولها لكم واي ميدان راه فيه الخايب والمزيان، وراه في ولادك راه فيهم الخايب والمزيان، وفي عائلتك راه فيهم الخايب والمزيان، المحيط ديالك الاصدقاء ديالك راه فيهم الخايب والمزيان. راه البشره ديال الطبيعه ديالو راها مبنيه على الثنائيه ديال الخير والشر، هذا هو الانسان. المهم كاين اللي كيخاف الله ما كيبغيش يبيع، كاين اللي كيشوف غير الدنيا وكينسى الاخره، كل واحد وتربيته، كل واحد والتكوين ديالو. المهم درنا ليه ديك المسطره، قدمناه، استنطقوا، كاين ادله كدينو وكاين تصريحات ديال 26 واحد من غير هذاك اللي تشد بحال التلبوس وشدينا بحال التلبوس كيبيع ويشري مع السيد باش يدير ليه التنازل. المهم دار ليه السيد وكيل الملك الايداع، حقاش عنده هنايا راه عنده تبليغ عن قضايا وعلى جرائم رغم العلم بعدم وقوعها. حقاش ملي استمعت ليه وكوانسيتو هادشي كامل اللي قال لنا اعترف بان راه غير سيناريو كيديروا. ما كاين اللي سرق ليه لا قمح، ما كاين اللي سرق ليه الدجاج، حتى هذاك السم هو اللي رماه لراسو. يعني هاد المسائل كلها كيفتح لها باش يتهم الناس باش يبتزهم. يعني عنده راه كيعلم واحد الجريمه رغم العلم بعدم وقوعها. كاينه الادلاء معطيات خاطئه، كاينه اهانه الضابطه القضائيه، كاينه الوشايه الكاذبه، كاينه الاتهام بالباطل. المهم عنده بزاف ديال المشاكل. مشى دارت ليه هذيك المسطره، دار ليه الايداع، راجل الملف ديالو في عده جلسات وفي الاخير كان صدر في حقه واحد الحكم اللي هو نهائي حائز لقوه الشيء المقضي به اللي هو 2 سنين حبسا نافذا. وتهنا منه الدوار. والله الا جاو عندي الناس قسما بالله تيبوسوا لي الراس، تيقول لي سي حجي ما فكيتينا من واحد الطاغيه كان داير علينا باربو هنا في الدوار، راه حتى واحد ما تيقدر يقربو، حتى واحد ما هذه. والانسان هذه القصه هذه تقاسمتها معكم باش الانسان ياخذ منها العباره. راه تبدا تتهم الناس بالباطل وتبدا تبتز الناس، راه واحد النهار غادي تحصل وواحد النهار غادي تودي. وعاوتاني رساله للناس، واش كتعرف راسك ما داير والو؟ علاش يبتزني؟ علاش نعطيه الفلوس؟ ويكون ايماني قوي بالقضاء
وإلا كانت ما كايناش شي حاجه اللي كديرني وعندي اثباتات بانني ما دايرش، علاش نمشي نعطيه الفلوس؟ ما نعطيهش. راه هاد الضعفاء، ولكن هو كان تيختار وكينتقي الضحايا ديالو بعنايه. كيمشي عندك الناس اللي كيخافوا ما عندهمش تجارب في المحاكم وعندهم الفلوس، عندهم فلاحه، عندهم الفليسات باش يتبيع ويتشرى. ما كيمشيش عند واحد مقرد ولا واحد معيط حتى هو اكثر منه، لا، كان تينتقي وتيختار الناس اللي كيختار. الله يهدي ما خلق، الله يدينا على طاعه الله. والانسان خصو يبدا يحضر خوف الله. وفي نفس الوقت هذه رساله للزملاء المزاولين باش يبداو يديروا اتونسيون بحال هاد الاصناف هادو. راه كاينين، والله الا كاينين اصناف عايشين بهذا الابتزاز، كيبداو يتهموا الناس بالباطل ويبتزوهم. والانسان ملي تعرف راه داير هكا خصك تحرى وخصك تتبعو حتى تكوانسيه باش تهني منه الناس ديال الدوار. الحمد لله دعوا معنا الناس، والحمد لله وضعنا حد بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل المجهودات ديالنا وبالمساعده ديال دوك الناس تمكننا باش نديروا حد لهذه السلوكيات ديال هذا السيد هذا. في الختام نتمنى نكون توفقت في السرد ديال هذه القضيه، نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. هذه القضيه هذه كانت وقعت في واحد البلده اللي هي صغيره شاطئيه ساحليه. كتعرفوا دوك المدن اللي كيكونوا على البحر ساحليات تيكونوا في الوقيته ديال البرد تيخواو، وهذوك الديور اللي كيكونوا فيهم مواليهم دايرين دوك الديور، اما كاين اللي كيجي فيه يدوز فيه العطله، كاين اللي كيفرشوا كيديروا سكن كيبدا يكريه الكراء اليومي للمصطفين وللناس اللي كيجيو باش يدوزوا الكونجي ديالهم تما. وكما قلت لكم هذه المناطق هذه كتكون خاليه في الوقيته ديال البرد. واحد النهار غادي يجي واحد السيد عنده واحد محل ديالو، واحد الدويره ديالو بتي فيلا كانت في ديك المدينه الساحليه، ماشي مدينه ولكن بلده اللي صغيره. جا باش يسجل شكايه، جا لا بريغاد غادي يستقبلوا الضراكين المداوين، بعد ما كشف ليه على السبب ديال الزياره ديالو للمركز غادي يدخلوا عند قائد المركز. قائد المركز غادي يستمع ليه بامعان، ومن بعد غادي يطلب من الضراكيين باش يسجلوا لهذا السيد الشكايه ديالو اللي كتعلق بالسرقه. هذا السيد جا لا بريغاد تيصرح بان عنده واحد المنزل، واحد الميني فيلا، بتي فيلا كاين عنده على الشاطئ في ديك البلده اللي قلت لكم ساحليه وسياحيه. قال لهم ودي تقريبا هذه شهرين هذه ما جيتش لهاد الدار هذه. قال لهم هاد الدار كنجي ليها مره. قال له في الصيف كندوز فيها شي ايامات 10 ايام 15 يوم، ما تبقى في الصيف كيكري الناس اللي كيجيو يدوزوا 3 ايام 4 ايام، كاين اللي كيدوز 10 ايام، كنت يكري لهم هذيك الفيلا الصغيره. قال لك تقريبا شهرين هذه ما جيتش، وفاش جيت هذه المره ودخلت للدار كنتفاجئ بان الدار ما بقاش فيها الاثاث نهائيا، كلشي تهز منها. كانوا فيها شي بيوت النعاس، كانوا الحوايج، كان الفراش، كان الالكتروميناجي، الثلاجه، لا ماشينا لافي، كان التلفازه، كان مجموعه ديال الاثاث. يعني الدار كانت مفرشه على حقها وطريقه. دخل كيلقى الدار ديالو قشقشه، ما بقى فيها حتى شي حاجه، كاس واحد ما لقاش. يعني بحال الا جا شي واحد هز الرحيل دا داك الشيء كامل. وفي التصريحات ديالو اكد بان القفل ديال الدار راه ما مهرش. يعني هذا المجرم ولا هاد المجرمين اللي ارتكبوا هذه الجريمه هذه استعملوا مفاتيح اللي كتفتح هذاك القفل. هذا هو التفسير اللي عطاه داك السيد. سجلت ليه الشكايه ديالو، دار واحد لانفونتير، واحد الجرد ديال هذاك الشيء اللي مشى ليه كامل، وكانت القيمه ديال داك الشيء اللي مشى ليه تقريبا واحد 12 مليون اللي كانت مشات ليه ديال الاثاث من ديك الدار. واكد بان كيجهل الفاعل والفاعلين، وتاكد كما قلت لكم بان اخر مره زار الدار ديالو هي شهرين، يعني ما معروفاش انت تسرقات الدار. هذيك الشهرين التاليه واش من نهار، واش شهر، واش 15 يوم، واش 20 يوم، ما عرفش التاريخ بالضبط فاش تسرقات ليه الدار. هذاك الحي ما كانش فيه حارس ليلي، ما كاينش فيه شي غارديان، ما كاينش. اللي عنده شي دار راه كيسدها حاضي راسها، لحقاش كاينين اقامات اللي كيكونوا سيكوريزي، كتكون فيهم لا سيكوريتي، كيكون الباب كيكون، ولكن في هذه الحاله ديال هذه الدار هذه ماشي سيكوريزي وما كاين لا سيكوريتي لا والو. وهذيك البلده كما قلت لكم لقيت الشتاء كتكون خاليه. الدراكيين بعد ما خداو هذه التصريحات ديال هذه الضحيه، علموا النيابه العامه في شخص احد النواب ديال السيد الوكيل العام، وغادي يكونوا واحد الفريق وغادي ينتقلوا على وجه السرعه الى عين المكان. ينتقلوا لعين المكان، من اللي وصلوا بطبيعه الحال حاولوا باش يحميوا مسرح الجريمه، باش يحميوا الاثار اللي ممكن يخليوها المجرمين تما. اول حاجه داروا هاد الباش الشرطه القضائيه اللي كانوا مكلفين بالبحث غادي يستعنوا بفرقه التشخيص القضائي اللي كاينه على مستوى القياده الجهويه.
تلتحق بهم فريق ديال التشخيص القضائي، غادي يقوموا بالمسح ديال ذاك المنزل، هذيك التيفيلا، غادي يمسحوا، غادي يديروا المسح كامل، وغادي يهزوا البصمات كامله اللي لقاوها تما، الاثار اللي لقاوها تما، كلشي غادي يتهز. هذه العمليه استغرقت واحد الوقت. من بعد ما تهزات ودار المسح ديال عين المكان، هذوك البصمات اللي تلقات غادي تمشي عبر السلم الاداري الى المديريه العامه ديال الامن الوطني، لحقاش هما اللي عندهم قاعده البيانات ديال البصمات ديال المغاربه، هما اللي غادي يكشفوا الهويه ديال دوك البصمات الا كانت بصمات ديال هاد المجرمين. اما الا كانوا المجرمين دايرين الاحتياطات ديالهم باش ما يخليوش شي اثار تما، فهذا الاجراء ما غادي ينفع حتى في شي حاجه، ولكن تيبقى اجراء خصو يدار، حقاش ما عندكش الجزم، ما عندكش يقين، ما كتعرفش هذوك الناس واش كانوا دايرين ليغات، واش ما دايرينهمش، واش هذه مجموعه ديال الامور. دار هذا الاجراء، التقطت صور لحال المسرح ديال الجريمه من جميع الزوايا. الدركيين غادي يباشروا المعاينات ديالهم، غادي يتاكدوا من الاقوال ديال الضحيه بان الباب لم يتعرض للكسر، وذاك القفل ما تعرضش للكسر، يعني هاد الناس استعملوا مفاتيح قصد الولوج الى المسكن، وبالتالي اقتراف ديال هذه الجريمه ديال السرقه. هذا السيد هذا مادام كيكري، قالوا ليه الدركيين اخر مره كريتي هذا الدار، قال لهم ودي من موسم الاصطياد، من الصيف، قال لهم تقريبا شهر 9 اخر واحد كريت ليه. واش عندك هاد الناس اللي كتكري لهم شنو؟ كتعطيهم السوارت، كتعطيهم، قلت له ودي اللي جا كرا عندي كنعطيه السوارت، كيدوز المده اللي اتفق معايا، كيعطيني الواجبات المستحقات، قال من بعد فاش تيكمل تنمشي كنكونترولي الدار ديالي، كنشد السوارت ديالي، وهذوك الناس اللي كانوا كاريين عندي كيمشيو في حالتهم. قال لك هذه هي الطريقه باش كنخدم، وهذه الطريقه باش كنتعامل مع الناس. واش كتشد عند هاد الناس اللي كراو عندك كدير لهم الفوتوكوبي ديال لاكارت وشد البيانات الشخصيه ديالو؟ قال لك ودي لا، كيجيو عائلات، السيد مع وليداته، راح شوف تقول لي عطيني لاكارت وعطيني، كيبان عائله كنعطيش. واش عمرك كريتي شي شبان ولا كريتي شي واحد من غير العائلات؟ قلت له دير بالفعل في الصيف كريت الناس، كريت الشبان، واش عندك المعطيات ديالهم، واش عندك منين الهويه ديالهم؟ قلت له راه دازوا اعداد واعداد ديال الناس، ما عنديش المعطيات ديال هذوك الناس وما كنعرفهمش وما عنديش معاهم شي معرفه مسبقه. واكد بان راه كيجيبوهم دوك السمساره اللي كيكونوا، دوك الوليدات اللي كيكونوا كيدوروا في هذه المناطق، بحال قلتي صويره، بحال قلتي مديه، بحال مجموعه ديال الاصيله، بحال هاد المدن هادو اللي كيكونوا ساحليين وتيكونوا سياحيين، تيكونوا دراري تيشدوا السوارت وراه تيتلاقاو مع واحد اللي جاي يدوز ايامات تما، تيديوه تيوريوه الدار. فاش يتفاهم قال لك هاد الناس هما اللي كانوا كيجيبوا لي الكليان، يعني هادوك الناس اللي دازوا عنده حتى شي واحد ما عرف الهويه ديالو، ما عنده المعطيات ديالو. هنا الدركيين غادي يسولوه شكون اللي عنده الساروت من غيرك، واش الساروت كتعطيه شي واحد؟ قال لهم ودي الساروت ما كنعطيه حتى شي واحد، الساروت كيبقى عندي، وديما فاش كتكرا الدار انا اللي كنعطي الساروت، وفاش كيخرجوا الناس انا اللي كنجي نشدها. والساروت ما كاين عند حتى شي واحد من افراد العائله ديالي ولا شي واحد مكلفو بشي حاجه ولا يبغي يطل لي على الدار، ما عمري الساروت عطيتها لشي واحد. هادو هو التصريحات ديالو. وفي الختام كما قلت لكم اكد بان لا يوجه شكوكه والاتهامات ديالو تجاه اي شخص كيجهل شكون هو الفاعل او الفاعلين. انا الدركيين من بعد غادي يستناو واحد المده باش تجي ديك النتيجه ديال دوك البصمات. وكما كتعرفوا البصمات كياخذوا شويه ديال الوقت، والفتره اللي وقعت فيها هذه الحادثه وهذه النزيله هذه تقريبا 2011 2012 فاش وقعت هذه النزيله، كان هذا الاجراء هذا شويه كيتعطل. المهم كان الامل الوحيد ديال الدركيين المكلفين بالبحث هو هذوك البصمات اللي تهزات ربما تعطي شي نتيجه. وواحد النقطه اخرى بان ذاك المكان غير مراقب بالكاميرات، ما كاينينش كاميرات ديال المراقبه. 2011 2012 ما عقلتش بالضبط امتى وقعت، حتى الاخ اللي تقاسم معايا هاد المعطيات قال لي المهم راه سير من 2010 حتى 2013 فاش وقعت هذه النزيله هذه. ما كانش كاميرات ديال المراقبه تما، ما كاينش، ما نثبتهاش هذاك السيد، ما دايرهاش، وحتى الناس اللي حداه ما دايرينهاش. لذلك استحال على الدركيين المكلفين بالبحث باش يستعنوا بهذه الامكانيه ديال التسجيلات ديال الكاميرا. وكما قلت لكم بقى الامل الوحيد البصمات. دازت واحد المده 20 يوم 21 يوم، ما عرفتش المده بالضبط، ولكن المده لا تتجاوز الشهر باش غادي تجي النتيجه ديال دوك البصمات. هذوك البصمات تلقاو شي بصمات لا يمكن استغلالها ولا يمكن استثمارها، يعني بصمات ما يمكنش انكسبلوطابل، ما يمكنش تخدمها، تعرضت للاتلاف. وكاينين بصمات اللي تلقاو كاين ديال مول الدار، تلقات البصمات ديال الزوجه ديالو، ديال واحد الابن ديالو، ولكن شي واحد براني
ما تلقاوش البصمات ديالو تمايا. لذلك الدركيين غادي يصطدموا بهذا الواقع وبهذه الحقيقه بان هذاك الشيء اللي كانوا معولين عليه باش يعاونوا في البحث راه ما عطاش شي نتيجه. لذلك خصهم يشوفوا شي طريقه اخرى ويشوفوا شي مسلك اخر يتبعوه، لعل وعسى يقدروا يوصلوا لشي نتيجه ايجابيه. بعد ما تعذر على الدركيين باش يستعنوا بالبصمات لان ما عطاتش شي نتيجه اللي يمكن الاستثمار ديالها، غادي يمشيو يقلبوا. هذيك البلده السياحيه كانت عندها واحد الطريق، باش نعطيكم صوره على هذيك البلده. هذيك البلده كتدخل كاين البحر من هذا الجهه، كاين الديور على اليمين ديال كتدخل، وهذيك الطريق ما كتديش لشي بلاصه، كتوصل لديك المدينه حتى كتوصل للطرف ديالها، وكان كاين واحد الرون بوان وكتعاود ترجع من نفس الطريق. يعني هذيك البلده كتدخل وتخرج من جهه واحده، هذيك ما ديزاش عليها شي طريق كبيره ولا كانت كتجيب ليها الطريق وترجع. لذلك الدركيين هنا غادي يحاولوا يقلبوا في ذاك المسار كامل اللي كاين في ديك البلده وفي ديك القريه باش يشوفوا واش كاين شي محل اللي مثبت كاميرات ديال المراقبه. بقاو تيقلبوا لحسن الحظ كانت واحد المحل تجاري كان عنده هذاك الكاميرات ديال مثبت الكاميرات، وكاين واحد الوكاله بنكيه حتى هي دايره الكاميرات. الدركيين هنا غادي يديروا واحد الطلب للنيابه العامه قصد الاطلاع واستقراء هذاك المحتوى ديال التسجيلات ديال دوك الكاميرات. هذوك الكاميرات ما عرفوش، كان الدركيين كيقولوا لعل وعسى الا كان هذه الجريمه تقترفات في الايام الاخيره، لحقاش كتعرفوا حتى الديسك ديال الدفار ديال اللي كيتخزن فيه راه كاين واحد المده، راه ما يمكنش يشد لك نص عام ولا يشد لك 6 شهور ولا عام ولا كيشد لك شهر ولا. الدركيين كانوا كيتمناو لعل وعسى يشوفوا ذاك الشهر باش الا كانت اقترفت هذه الجريمه في هذا الشهر يقدروا يعرفوا هذا. اما الا اقترفت الشهر قبل راه حتى الكاميرات ما غاديش تنفعوا في حاجه. هنا كاين الضحيه تيقول اخر مره وعلى اكثر تقدير وان شهرين اخر مره باش زار الدار ديالو. هنا الدركيين غادي يشوفوا واش في هذا الشهر الاخر ولا مور هذاك الشهر. الا كانت الايام الاخيره ممكن دوك الكاميرات يكشفوا على شي حاجه. بعد ما حصلوا على الاذن ديال النيابه العامه غيتوجهوا مباشره عند ذاك المحل، وبعد ما دلاو ليه بالاذن ديال النيابه العامه غادي يعطيهم غادي يوافق باش يتم الاطلاع على محتوى ديال التسجيلات ديال الكاميرات. هذه العمليه هذه كتحتاج وقت. علاش؟ لحقاش غادي تراقب انت، وكانوا الدركيين كيراقبوا الليل، لحقاش كانوا على يقين بان هادو اللي اقترفوا الجريمه راه غادي يقترفوها بالليل، وغادي يهزوا دوك الحوايج غيهزوهم بالليل ما يهزوهمش بالنهار. هذه هي القناعه اللي كانت عند الدركيين. لذلك غادي يركزوا هذاك الاستقراء ديالهم على الليل. وباش تقرا الليالي ديال كلشي راه الليل تقريبا كتكون فيه 8 10 السوايع، يعني خصك وقت. وكان فريق تكون واحد الفريق وتعطاهم عناصر في اطار المؤازره باش يازروهم. هذوك العناصر اللي جاوا من مراكز اخرى الدور ديالهم تيحطوا لهم هذوك الفيديوهات ديال التسجيلات ديال الكاميرات ديال البنكه وديال ذاك المحل، وتيبداو يقلبوا الليله كامله يداز شي كاميو ولا داز شي ويشوفوا شكون هو. هذه العمليه استغرقت تقريبا واحد اليومين ولا 3 ايام هما كيطلعوا على هذه التسجيلات. هذيك ديال ذاك المحل، واحد الكاميرا ديال ذاك المحل غادي تشد واحد الكاميو تقريبا مع 2:00 ديال الليل. كاميو كان شارجي وكان خارج، كان دخل لديك البلده، جلس تقريبا شي 4 السوايع، دخل تقريبا مع 10 ديال الليل ولا مع 2:00 خرج، ودخل وهو خاوي وخرج وهو مشارجي. وديك البلده ما كاينش شي حاجه ما تشارجي فيها، ما كايناش شي حركه اقتصاديه، ما كاينش البيع والشراء فيها بزاف، قلال الناس اللي ساكنين فيها والرواج فيها على قد الحال. لذلك الدراكين غادي يركزوا على ذاك الكاميو. وكان ذاك الكاميو طاير الانتباه ديالو واحد الحاجه، هذاك الكاميو كان متبوع بواحد السياره. هذيك السياره للاسف ما كانش باين لي ماتريكول رقم التسجيل ديالها. علاش؟ لحقاش دازت بواحد السرعه اللي هي مفرطه. اما الكاميو كتعرفوه غادي بشويه. انا الدراكين بعد جهد جهيد وبعد ما داروا هذا المجهود هذا غادي يقدروا بالاستعانه بالناس متخصصين في هذا الميدان هذا اللي كاينين واحد الخليه اللي كاينه على مستوى القياده الجهويه، غادي يقدروا يتوصلوا للماتريكول ديال ذاك الكاميو. بعد ما توصلوا للماتريكول ديال الكاميو غادي يتصلوا بمركز التسجيل ديال السيارات باش يعرفوا ذاك الكاميو مسجل بسميه من. بعد ما عرفوا الكاميو مسجل بسميه من غادي يستدعيو هذاك المالك ديال الكاميو، غادي يجي يتقدم. كان تيسكن في واحد المدينه اللي بعيده تقريبا واحد 140 150 كيلومتر، جا تقدم عند العناصر ديال الدرك الملكي. بعد ما
طلعوا على الهويه ديالو، تيقنوا بانه الشخص نفسه هو موضوع البحث ديالهم، غادي يستمعوا ليه يقولوا ليه واش عندك شي كاميون بهذا الماتريكول؟ قال لهم بالفعل عندي كاميون في هذا الماتريكول هذا. فين هو هذا الكاميون؟ قال لهم ودي راه خدام. واش انت اللي كتسوق ولا شي واحد اخر؟ الجواب ديالو قال لهم ودي كاين شيفور. الشيفور ديالو شكون هو؟ قال لهم ودي سميتو. عطاهم الهويه الكامله ديالو. واش عندك شي تليفون ديالو؟ قال لهم ودي كاين التليفون. واش ممكن تتصل به يجي يلتحق بك هنا في اي مكان؟ قال لهم ودي راه كان مشارجي غادي لواحد المدينه في الشمال ديال المغرب، داي واحد الشارج، الا كان راجع راه غادي يجي مباشره ونتسنى هنا، كان مازال معطل تما غندير معاه غدا. تواصل معاه امام الدركيين، غادي يقول لي داك الشيفور اودي غدا الصباح ان شاء الله غادي ندخل. قال لهم ملي تدخل ان شاء الله ما تحرك حتى البلاصه، عيط عليا. قال لي مرحبا. مشى هذاك السيد مول الكاميون، الغد ليه غادي يتقدم مره اخرى وبالرفقه ديالو هذاك السائق ديالو، غادي يشدوا عنده الدركيين، غادي يشدوا عنده الوثائق ديال الكاميون، يطلعوا على الوثائق ديال الكاميون وغادي يشوفوا الماتريكول اللي كاين في الورقه الرماديه، غادي يتاكدوا بانه نفس الرقم اللي كان شافوه في ذاك الفيديو ديال ذاك الكاميون اللي كان دخل خاوي وخرج. هنا بعد ما تاكدوا بانه هذاك الكاميون، هنا غادي يواجهوا السائق بمجموعه ديال الاسئله وخصو يجاوب. سولوه قالوا له واش عمرك جيتي لهذه البلده هذه هزيتي شي رحيل، باش يشوفوا بعدا النيه ديالو كي دايره، واش صافيه ولا السيد راه فراسو شي حاجه وراه كيتلوى. هذا السيد هذا غادي يهضر معاهم مباشره، غادي يقول لهم ودي جيت بالفعل ما يزيد على 15 يوم باش جيت، وهزيت واحد الرحيل شي ناس هنايا، واحد جوج ديال الاشخاص هزيت لهم رحيل وكانوا معاهم شي خدامه جابوهم ورتعاونوا دوك الرحيل وقالوا لي ودي راه باعوا ليك الدار وراه بغاو يهزوا هذوك الحوايج يديوهم لبلاصه اخرى. قالوا لي هاد الناس واش كتعرفوا؟ قال لهم ودي ما كنعرفش هاد الناس، هاد الناس ما عنديش معاهم شي معرفه مسبقه وما كنعرفهمش وعمري تلاقيت معاهم، واول واخر مره تلاقيت معاهم هي ديك فاش جاو. قال لهم ودي كنت في الموقف، جاو تفاهموا معايا على الثمن، غتهزنا من هذه المدينه حتى لهذه المدينه، تفاهموا معايا في الثمن، عطاوني تسبيق، قال لهم جيت شارجيت وصلت لهم. هاد الناس ما كنعرفوش، كيجهل الهويه ديالهم. قالوا ولكن ما كتعرفش الهويه ديالهم، ولكن غادي تعقل على البلاصه فين خويتي هادشي، تعقل على الدار فين خويتي. قال لهم ودي خويته في واحد الكراج، ماشي دار، كراج كبير، وفين خويت هذاك الرحيل كامل فين كاين، اش من بلاصه كاين، تعقل على ذاك الكراج وعلى العنوان ديالو. قال لهم نعقل بطبيعه الحال. هنا غادي يرافقوه الدراكين بعد الناس استمعوا ليه، وغادي يمشيو ينتقلوا لديك المدينه اللي قال لهم راه خوا فيها هذاك الرحيل، وغادي يمشي هذاك المدينه اللي خوا فيها الرحيل كانت تدخل ضمن منطقه نفوذ ديال الاخوان ديال الشرطه. توجهوا الدراكين مباشره للاداره ديال الشرطه اللي كاينه تما، وبعد ما تلاقاو مع المسؤول وقدموا ليه نفسهم وكشفوا ليه على السبب ديال الزياره ديالهم، غادي يوفر لهم واحد الدوريه في اطار المعازره، وغادي يمشيو معاهم ذاك العنوان اللي غادي يدلهم عليه هذاك السائق ديال الكاميون. مشاو حتى البلاصه، لحسن الحظ ان ذاك السائق بقى عاقل على البلاصه وبقى كيتذكرها بشكل جيد وبدون ادنى مشكله ولا ادنى صعوبه. لقى البلاصه وقال لهم ها الكراج فين خويت. هنا الدراكين ماشي هما ولاد البلاد، ما خدامينش في البلاد، ما عندهمش مصادر ديال المعلومه، خصهم يتحراو عن بعد. غادي يسولوا هذوك الاخوان ديال الشرطه لحقاش هما اللي عندهم مصادر ديالهم تما، غادي يتواصلوا عن بعد بلا ما يثيروا الانتباه ديال الناس ديال من ذاك الكراج، حتى عرفوا الكراج ديال من. الكراج ديال من ديال واحد السيد اللي كان معروف تما، كان انسان عنده سمعه طيبه على حسب الافاده اللي وعلى حسب المعطيات اللي كشفوا عليها الاخوان ديال الشرطه. كان معروف بالاستقامه ديالو، كان معروف بان انسان ما فيه مشاكل، لم يسبق له ان اثار انتباه ديال المصالح الامنيه تما، يعني عارفينه ترونكيل. وكان بالاضافه الى ذلك بانه شخص ميسور الحال، عنده العقار كيكري الديور، كيكري عنده محلات ديال الكراجات، الهونغارات، عنده هذا الشيء كامل كان تيكري. غيعيطوا ليه الاخوان ديال الشرطه وغيلتحق بالمجموعه وغادي يستمعوا ليه الدراكين، غادي يسولوا على هذاك الكراج ديال من، واش ديالو، واش كاريه لشي واحد، هذوك المنكريه واش تيعرف الهويه ديالهم. هنا ملي استمعوا ليه غادي يقول لهم بالفعل هذاك الكراج ديالي، وبالفعل هذاك الكراج كنت كاريه وكريته لواحد جوج ديال الشبان تقريبا ما يزيد على 3 شهور. قال لهم من بعد جاو عندي قالوا لي راه غادي نمشيو في حالتنا، راه الكرا غالي وما نقدوش شي تجاره اللي مروجه ما كايناش. وقال لي راه فسخوا العقده اللي درت معاهم وراه مشاو في حالتهم، راه كان عندهم شي اثاث. اش كانوا كيديروا هادو؟ قال لي ودي كانوا كيبيعوا الاثاث المنزليه المستعمله، كيجيبوا الثلاث المستعملات، الثلاج، السدادر، هادشي. قال هادشي اللي كانوا كيديروا، هذه هي الحرفه ديالهم ديال هاد الناس.
هاد الناس قال لي راه طلقوا الكرا ومشاو. كتعرفهم ما كنعرفهمش، كاين شي معطيات ديالهم درتي معاهم شي عقد، قال لي بطبيعه الحال. وكان هي هاد السيد من هذا الموقع قال لهم كاينه كونطرا، درنا كونطرا وليغاليزيناها وراه باقا عندي. قال لي الدراكيل واش ممكن تجيبها لنا؟ قال لهم مرحبا، تجيبها لنا لا سميتو تحلنا الكراج، تحل ذاك الكراج، راقبوا ذاك الكراج خاوي ما فيه حتى شي حاجه. استمعوا الدراكيين لذوك الجوار ديال ذاك الكراج، لعل وعسى يكونوا كيعرفوا هاد الناس هادو. استمعوا محلات عندهم تما محلات ديال التجاره، استمعوا لهم بالفعل حتى هما اكدوا ودلاو بتصريحات مطابقه للتصريحات ديال مول صاحب ذاك المحل اللي كانوا كارينو هاد المجرمين. اكدوا هاد الناس هادو اللي كانت عندهم محلات عند ذاك الكراج بان واحد جوج شبان بالفعل كراو واحد المده قصيره كانوا كيبيعوا هاد الشيء ديال الاثاث المنزليه، وراه مجرد كانت عندهم شي سلعه مجرد ما تباعت وما بقاتش عندهم راه طلقوا الكرا ومشاو في حالهم. واش هما ولاد المنطقه؟ اكدوا بانهم غرباء على المنطقه، وبانهم كانوا كينعسوا في ذاك الكراج وكيديروا فيه البيع والشراء، التجاره، محل تينعسوا فيه كيرتاحوا فيه وفي نفس الوقت كيمارسوا فيه الانشطه التجاريه ديالهم. هاد الناس غرباء على المنطقه ما تيعرفوهمش، ولكن لحسن الحظ كاين هذاك الكاري اللي كرا ليهم عنده الكونطرا، مشى جابها الكونطرا كان دايرها مع واحد، ما دايرهاش مع جوج، دايرها مع واحد. غادي يلقاو الدراكين الهويه ديال هذاك، لقاو العنوان ديالو، رقم البطاقه الوطنيه، الاسم العائلي، الاسم الشخصي، كلشي المعطيات ديالو كاينه. هنا غادي تعاود يتبوانتا باش يشوفوا الدراكين واش بدل هذاك العنوان، واش بدل لاكارت، واش، ولكن بقى العنوان هو وهما الاصل ديالهم من واحد المدينه بعيده. غادي ينتقلوا الدراكين بعد ما داروا اتصال بالنيابه العامه وبعد ما عطاتهم تعليمات بالاخلاء ديال السبيل ديال هذاك صاحب المحل اللي كانوا كراو هاد المجرمين، وغادي ياخذوا الدراكين واحد صوره شمسيه لديك الكونطرا ديال الكرا اللي كان دايرها معاهم، وغادي يمشيو ينتقلوا بعد ما علموا كما قلت لكم النيابه العامه، وغادي يمشيو مباشره لديك المدينه اللي كان ساكن فيها هاد السيد اللي كان كاري ديك الدار. غادي يمشيو تما عاوتاني غادي يمشيو عند الاخوان الشرطه لانه هما اللي مختصين ترابيا منطقه النفوذ ديالهم هذيك. بعد ما تواصلوا معاهم، بعد ما كشفوا لهم على الهويه ديالهم وعلى الصفه ديالهم وعلى السبب ديال الزياره ديالهم، غادي يسولوا على هذاك الشاب، وبالفعل غادي يتم التحديد ديال العنوان ديالو. التحديد ديال العنوان ديالو كان بدون عناء، لحقاش كانت واحد المدينه اللي هي صغيره ما كبيراش، واخا فيها الاخوان ديال الشرطه ولكن ما كبيراش. المهم بسرعه بفضل الاخوان ديال اعوان السلطه المحليه تم التحديد ديال العنوان ديالو. هذوك الاخوان ديال الشرطه طلبوا من الاخوان ديال اعوان السلطه المحليه باش يقولوا لهم فين جالس، فين كاين. بقاو تيقلبوا حتى قال لهم ودي كيكون في واحد القهوه ديال القمر، كيكون فيه داكشي ديال العودان. والله يسترنا ويستر وليداتكم من هذه البليه ديال القمر، الله يسترها اللي تبلى بها راه ياكل اللي قدامه واللي وراه. راه كاينين الناس كيمشي من الصباح كيدي مصروف ديال وليداتو كيرمي تما وكيرجع عند وليداتو العشيه خاويه الوفاض. الله يهدي هاد الناس. هذا غير قوس فتحته جابته المناسبه وحاولت باش نوجه هذه الرساله لهاد الناس هادو. المهم كان يقمر تما بعد ما حددوا المكان ديال التواجد ديالو وحددوا الاوصاف ديالو واللباس ديالو. غادي يمشيو الاخوان ديال الدرك الملكي المكلفين بالبحث، وعلى راسهم هذا الصديق ديالي اللي عطاني المعطيات ديال هذه النزيله، ومعهم في اطار المؤازره واحد الدوريه ديال الاخوان ديال الشرطه. غادي يمشيو غادي يحاصروا هذيك القهوه، وهنا غادي يبداو يدوزوا الناس واحد بالواحد حتى طاحوا فيه. قالوا يلاه تمشي معنا، قال لهم مرحبا. بعد ما تاكدوا منه بانه الشخص نفسه موضوع البحث ديالهم، اول سؤال سولوه الدراكين قالوا لي كنتي كاري شي محل حاولي نكر؟ قال لهم لا انا ما عمري كريت المحل. قالوا لي هي الكونترا، كريتي ذاك المحل الكونترا. دابا الهضره مشينا يلاه نمشيو حتى المفوضيه ديال الشرطه وغادي نستمعوا. داو المفوضيه ديال الشرطه غادي يستمعوا ليه في واحد التصريح مفصل، وغادي يواجهوه بديك الكونترا اللي كان داير، وغادي يديوه معاهم باش يعرضوه على السائق ديال هذاك السائق ديال الكاميون اللي هز الرحيل. واش هذا واحد من هذوك ملي تواجه بهذه الامور هذه؟ في الاول كان ناكر كما كيقولوا بالدارجه ديالنا، كان طالع للجبل، ولكن ملي واجهوه بهذه الوثيقه ديال الكونترا ديال الكرا غيلقى راسو محاصر وغيلقى راسو مجبر على الاعتراف. وغادي ياكد لهم بالفعل بانني راه كنت كاري ذاك المحل وراه كنت كندير فيه البيع والشراء ديال الاثاث المنزليه المستعمله. قالوا لي علاش نكرتي في الاول؟ قال لهم ودي انا ما عرفتش علاش كتهضروا لي هذه ما هذه. قالوا لي كنتي كتبيع تما، واش عمرك مشيتي لواحد البلده شاطئيه وسياحيه وزيتي منها شي رحيل في واحد الكاميون؟ عندك انت شي طوموبيل بعدا؟ قال لهم لا ما عنديش طوموبيل. عمرك مشيتي لديك البلاصه؟ قال لهم ما عمري مشيت لديك البلاصه. هذاك المحل دوك الحوايج اللي كنتي بعتيه وسميتو من بعتيهم؟ قال لي ودي كتبيعهم الناس ما كنعرفوش، هذيك المنطقه انا غريب فيها وبراني، مشيت كندير التجاره، فاش ما تيسرتش الامور مشيت في حالتي، وهذوك اللي بعت لي راه حتى واحد ما كنعرف الهويه ديالو. هذا هو التصريحات ديالو. وداك الشيء اللي كنتي كتبيعني كتجيبو؟ قال لهم كنت كنشريه
كندور في المدن وكنشري كنجيب تما كنعاود نبيع، كندي واحد النصيب. قال لهم هادشي اللي كاين. عمرك سرقتي شي حاجه؟ عمرك بعتي شي حاجه مسروقه؟ عمرك؟ لا والو، هذاك الشيء ما نملك. عمرك مشيتي لديك البلده؟ لا ما عمري مشيت لديك البلده، ما عمري هزيت رحيل من شي بلده. يجيبوه الدراكين لضروره البحث، غادي يلتحقوا بالمركز وغادي يعيطوا لذاك السائق ديال ديك الشاحنه، قالوا لي غادي تجي تلتحق بينا لضروره البحث على وجه السرعه. بالفعل قال لهم امتثل، قال لهم انا جاي دابا، انا غنشد الطريق دابا، غنعيط للباترون وغيهزني في الطوموبيل وغادي يجي. بالفعل هزوا ذاك الباترون جابو، ولكن قبل ما يجيبوا الدراكيين مشاو دبروا على واحد الخمسه ديال المواطنين، 5 الاشخاص تمايا في المنطقه، وداروا وسط منهم هذا خينا اللي مشكوك في الامر ديالو اللي كان كاري داك الكراج. ملي داروا هذا الاجراء هذا غادي يجيبوا السائق ديال الشاحنه، لحقاش كانوا سولوه الدراكين قالوا ليه واش كتعقل على الملامح ديال هذا السيد، هاد الناس اللي داوك بجوج واش كتعقل؟ قال لهم باقا الملامح ديالهم قدامي، فين ما دخلوا نجبدوا غتعرف عليهم. لذلك الدراكيين ارتعوا باش يديروا هذا الاجراء باش يجزموا واش هو ولا ماشي هو. هنا غادي يدخل هذاك السيد قدامه تقريبا 6 ديال الاشخاص، بعد ما امعن النظر في الوجوه كامله غادي يمشي مباشره حل معني بالامر وغيشير ليه بالاصبع، قال لهم هذا هو واحد من هادو، ولكن الثاني راه ما كاينش هنا، غير واحد وهذا، هذا هو اللي من هزيت وفين حطيت ليه ذاك الكراج فين ديتكم، وهذا من هزيت. الدار اللي هزيتي؟ قال لهم راه الدار اللي وريتوني ذاك الدار اللي جيت من تما هزيت، الدار اللي مسروقه بالضبط. قال لهم انا راه ما فراسيش بان راه مسروقه وما في خباريش هادشي، راه قالوا لي الدار ديالهم والمحل ديالهم وراه باعوا الدار وبغاو يهزوا الرحيل، هادشي اللي قالوا لي. انا ما كشفولياش بان النيه ديالهم مبيته وبان راه سرقوا وبان لحقاش كون علموني قال لهم راه ما غنهز لهمش ذاك الرحيل، انا عندي ما ندير المشاكل. بعد ما تعرف عليه وسط مجموعه ديال الاشخاص انا اللي جزم بانه هو داير، لحقاش ما يمكنش ذاك السيد يتعرف عليه، ما يمكنش يجبدو. هنا غادي يلقى راسو بعد ما دار هذا الاجراء، هنا الدراكيين قالوا لي شوف راه القضيه تخزن صافي، راه دابا واخا تنكر راه بهذا الاجراء هذا غتمشي للحبس، دابا غير جبد شنو كاين. قال لهم صافي نقول لكم كلشي. قال لهم ودي انا واحد الصديق ديالي كنا جينا لهذه البلده هذه البلده الساحليه الشاطئيه، قال لي كنا كرينا عند داك السيد ديك الدار اللي تسرقات، اللي كرينا فيها دوزنا واحد 3 ايام، قال لي خلصنا ليه هذيك 3 ايام، قال لي وديك 3 ايام اللي كنا جالسين تما دينا السوارت ودرنا لهم الدوبل. قال له مشينا في حالتنا دوزنا 3 ايام خلصناه مشينا. قال لي كنعرفوا بان الوقيته ديال الشتاء ما كاينش اللي غيجي هنا يكري. قال لي جينا درنا واحد المراقبه للدار، راقبنا الليله الاولى الليله الثانيه الليله الثالثه ما كيجي لها حتى واحد. قال لي هنا قررنا باش غادي ننفذوا الخطه ديالنا. قال لي مشينا جبنا هاد مول الكاميو من ديك البلده اللي ما كيعرفنا فيها حتى شي واحد. قال لي حقاش حنا كنا مقبلين وكنخططوا لواحد الفعل جور ما نديروه، راه كنا كنديروا الاحتياطات ديالنا، ما يمكنش نمشيو عند شي واحد كيعرفنا. قال لي درنا معاه اتفقنا معاه على الثمن جبناه. قال لي بالليل بدينا كنشارجيو، قال لي جبنا شي اشخاص باش يشارجيو لينا. قال لي تقريبا كان واحد 4 ديال الاشخاص، ولكن دوك الاشخاص قال لي ودي ما كنعرفهمش، راه في ديك البلده اللي كان عندي فيها المحل راه جديناهم وحتى هما راه ما عارفين حتى حاجه، ما عارفينش واش حنا غادي نسرقوا. خصوصا راه الانسان غيقرا الامان، جاي معك مول الكاميو جاي معك الخدامه وكتجي وسط الدار قدام الدار وكتحل بالساروت، ما كاينش اللي غيشك فيك بان هذيك الدار ماشي ديالك وراه كتسرق، ما كاينش اللي غيشك. لذلك هذوك الناس مول الكاميو وهذوك اللي عاونوا راه ما كانتش عندهم شي نيه اجراميه، ما كانوش تيعرفوا الحقيقه، هادو تحايلوا عليهم وانطلت عليهم ديك الحيله ديالهم ودوزوا الامور ديالهم بخير وعلى خير. المهم اكد هذا الشخص بان هادوك اللي هزوا معاه الرحيل ما تيعرفوش، مول الكاميو خلصوا حتى هو ما تيعرفوش، واكد بان هذا مول الكاميو اللي جبتوه ليا واللي عرضتوه عليا هو اللي هز ليا الرحيل. شكون الصديق ديالك اللي كان مساهم معك في هذه الجريمه هذه؟ قال لهم فلان. فين كاين؟ حتى هو في نفس البلده. انا غادي يتصلوا الدركيين بالمسؤول ديال المفوضيه ديال الشرطه فين ساكن في ديك فين ساكن، وغادي يعطيهم الهويه ديالو. الاخوان ديال الشرطه غادي يتساعدوا وغيتعاونوا مع الداركين وغيتفاعلوا مع الطلب ديالهم، وغادي يمشيو مباشره وغادي يعتقلوا هذاك الثاني، يعتقلوه من المقر ديال المسكن ديالو، كان في الدار ديالو، اعتقلوه جابوه هزوا التليفون عيطوا للبريغاد، قال لهم الثاني اللي كتقلبوا عليه هو عندنا في الكوميساريه اجيو تديوه. مشات واحد الدوريه سلموه من عنده وجابوه. ملي جابوه بطبيعه الحال بقى طالع للجبل، ما شافش بان راه صاحبه راه كان موضوع تحت التدابير ديال الحراسه النظريه، لحقاش بعد ما اعترف وكشف هذه الامور كامله دار اتصال بالنيابه العامه عطاهم التعليمات بالوضع ديالو تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. جابوه الدركيين دخلوه للبيرو بلا ما يشوف هذاك المساهم معاه اللي كان متورط معاه في هذه النازله هذه. قال لهم انا بالله والشرع انا ما خبيت ما درت ما فعلت ما سرقت ما شفت ما ديك المدينه عمري ما هذه عاد خرجوا لي هذاك
انا ما درتش، انا ما فعلتش، انا ما تركتش. قال لي واخا بلاتي ابغى يرمي عليا الباطل، الا كنتي داير انت انا علاش باغي يدخلني معاك، انا ما درتش. المهم نكر صاحبه. استمعوا لي الداركيين في التصريح الاولي كينكر اي علاقه عنده مع هذه النازله، وكينكر بانه سرق ولا حضر ولا شاف ولا هذه. قال لك انا بريء براءه الذئب من دم يوسف. قال لك انا ما عندي علاقه بهذا الشيء. الدراكين اش غيديروا؟ غيخليوه تما، غيتواصلوا عاوتاني مع الشيفور ديال الكاميو، غيجيبوا الباترون ديالو وغيجيبوا واحد 4 ولا 5 ديال الاشخاص وغيديروا وسط منه وغيجيبوا يدخلوا هذاك السائق وقالوا لي تعرفنا على الثاني، تعرفتي على الاول شوفنا الثاني فينا هو. بعد ما حقق فيه والشوفه مزيان غادي يمشي عند واحد قال لي هذا هو الثاني. بالفعل هذاك هو الثاني. برافو على ذاك مول الكاميو، وقع عاقل على الملامح ديال هاد الجوج ديال الشبان. بعد ما سميتو تواجهوا قال لي هذا السيد دابا واش عرفك؟ صاحبك هو واجهناك معاه تيقول لك كنتي معايا وعلاش غيكذب عليك؟ وهذا مول الكاميو عندك معاه شي عداوه كتعرفوا؟ قال لك ما عمري تلاقيت معاه ما تنعرف. وعلاش تعرف عليك؟ علاش جبدك من وسط 5 ولا 6 الناس؟ علاش؟ يعني راك كنتي دابا راه بقى ما يتخزن. هنا بعد ما تمت المحاصره ديالو بهذه الاسئله وبهذه الاجراءات غادي يلقى راسو حتى هو مجبر على الاعتراف، وغادي يعترف بان بالفعل كما قال الاخر اللي كان مساهم معاه في هذه الجريمه ديال السرقه. قال له ودي بالفعل كنا كاريين تما والسوارت درنا لهم الدوبل وخططنا باش نهزوه، هزينا دوك الحوايج ومشينا كرينا، مشاو كراو كراج غير على ودي دوك الحوايج حتى باعوه. ملي باعوهم طلقوا الكرا ومشاو في حالتهم وما خلوش شي اطراس. الحمد لله الخيط الوحيد اللي جبد هذا الشيء كامل هو ذاك الكاميو، ماتريكول الكاميو. اما السياره سولهم الدراكين واش كانت عندكم شي سياره؟ كانت عندهم سياره ديال الكراع كانوا كراوها، وهي فاش جاو مع الكاميو، وهي فاش جابوا هذوك 4 ديال الشباب اللي عاونوهم الرحيل واللي كيجهلوا الهويه ديالهم. هنا بعد ما اعترفوا غادي دار حتى هو تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. لما باعوا داك الشيء ما كيعرفوش، كيجهلوا الهويه ديالهم، لحقاش مشاو واحد المدينه اللي فيها هما غرباء ما كيعرفوش الناس، باعوا للناس ياك ما عقلناش. المهم هو انه تشدوا، دارت لهم واحد المسطره مغيزه على حقه وطريقه، وتقدموا امام انظار السيد الوكيل العام، لان هذا الفعل كاين تعدد، كاين الليل، كاين استعمال وسيله نقل ذات محرك. يعني هذا الفعل الجرمي مقرون باكثر من ظرفين ديال التشديد. هنا كتولي سرقه موصوفه، يعني جنايه، ترقى الى درجه جنايه. داروا تحت التدابير ديال الحراسه النظريه، لما وجدت المسطره ديالهم يتقدموا امام انظار السيد الوكيل العام. غادي يصنتقوا السيد الوكيل العام، غادي يعترفوا جمله وتفصيلا بجميع الافعال الاجراميه المنسوبه اليهما. بناء عليه غيحيلهم على قاضي التحقيق، غيصنتقوا قاضي التحقيق بالدور ديالو، غادي ياكدوا الاعترافات ديالو وغياكدوا الاقوال ديالهم اللي مضمنه في محضر ديال الضابط القضائي. بناء على ملتمس النيابه العامه وبناء على الاعترافات ديالو غيدار لهم الايداع في السجن. هاد الجوج ديال الشبان ما كانوش عندهم سوابق، وما عمرها صدرات في حقهم شي ادانه قضائيه بخصوص بحال هذه المسائل. يعني ما عندهمش حاله العود، تقدموا دوزوا جميع مراحل التحقيق، وبعد ما وجد الملف ديالهم وتحال الملف ديالهم على الجلسات، وبعد ما راج في عده جلسات غادي يصدر في حقهم واحد الحكم نهائي حائز لقوه الشيء المقضي به، اللي هو 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما. وبذلك اسدل السطار على هذه النازله. كما كتشوفوا من هذه النازله انتم كتشوفوا الناس اللي كيكريو ويديروا واخا هذا الكراء ديال المنازل المفروشه ما عندهاش شي سند قانوني، ولكن هذه ظاهره متفشيه، والناس اللي كيمارسوا هذا النشاط هذا خصو يديروا في راسهم هذه المسائل. راه كتكري الغرباء وكتعطيه الساروت، تيبقى عنده الساروت 4 ايام 5 ايام 10 ايام ديك المده اللي كرا. لذلك خصك تبدا تشد لاكارت بعدا عماك الله، تشد غير لاكارت عند ديال هذاك اللي دازو عندك. وديما فاش يخرج واحد سير بدل القفل، بدل الكانون ديال القفل. علاش؟ لحقاش وليتي عرضه للسرقه، لحقاش هذاك القفل باش كتسد على رزقك راه ولا عنده واحد اخر. وهذه نصيحه ماشي غير الكراء، اي واحد عطى ساروت ديال شي حاجه ديالو ملك ديالو لا، راه مجرد ما يسترجعوا ويشوف المسائل ديالو بخير على خير، اول اجراء خصو يديرو خصو يبدل القفل. انتم شفتوا هاد الناس هادو استغلوا وخططوا واستغلوا هذيك الفرصه ديال السوارت عندهم، مشاو ضربوا. وهنا عاوتاني خصنا واحد الناس ديال مهنيين ديال واحد المجال خصهم يتقننوا، خص قانون منظم. هادو اللي فاتحي الاقفال، فاتحي الاقفال هادو اللي كيصاوبوا السوارت، كيديروا الدوبل سوارت وسميتو، هادو النشاط ديالهم راه نشاط اللي كيستغلوه مجرمين. يعني خص دار قوانين اللي كتنظم هذا المجال وهذه الحرفه، خص قانون، ماشي كل من هبه ودبه يجيب الساروت ودير ليه الدوبل. راه هنا كاينه فجوه، والناس المسؤولين والناس المعنيين
راه خص هذه الفجوه يلقاو لها شي حل ويديروا شي قانون اللي كينظم هاد الناس هادو. لحقاش هاد الناس راه كنحتاجوا ضباط شرطه قضائيه، كيحتاجوا شحال من الحوايج. يعني خص تكون عندهم واحد الصبغه قانونيه، خص يكون عندهم واحد القانون منظم ديالهم، واحد القانون اللي كيحميو واللي كينظم الانشطه ديالهم، ماشي غير ليجند. خص يكون قانون. ها من ندير السيروت، ما عطانيش هذه الوثيقه ما ندير ليه السيروت. هذا هو الغرض وهذا هو المبتغى من هذه الرساله ديالي. وهادو كيحتاجوا حتى ضباط الشرطه القضائيه كيمشيو لواحد الدار مثلا مشكوك ولا راه مات ولا راه مجهول الهويه، واش مات لداخل ولا فين مشى ولا تقتل ولا هادي ولا هادي، راه كيستعنوا بهذا، كيجي كيفتح لهم الاقفال وكيدخل في المحضر بالاسم ديالو بالمسائل ديالو. يعني واحد الحرفه اللي كيستعنوا بها وكيتم التسخير ديالها من طرف التسخير ديال الناس اللي كيخدموا فيها من طرف ضباط الشرطه القضائيه، خص يدار لها قانون منظم. نتمنى الرساله ديالي توصل وتلقى اذان صاغيه، ونتمنى نكون توفقت في السرد ديال القضيه ديال اليوم كما اتمنى باش نكون عند حسن الظن ديالكم.